ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم نادر سمير رجب، اتحاد ال 30 اللي عند لبودكاست زملكاوي. للصالة محمد حسن هنا. الزمالك صاحب المكان يا جماعه، حبيبي، لا انت ورجب راجل صاحب بصراحة المكان. حبيبي اول انا مره اول مره لسه ده. طبعا عارفين، طبعا رجب اشهر من رائع عن العالم، حبيبي يعني حبيبي. زملكاوي كبير قوي قوي قوي. بص ما كررش الاولانيه فينا بقى يا عم. لا يا عم، ما لهاش علاقه، ما لهاش علاقه. انت زملكاوي جامد قوي، حصل صح ولا حبيبي، غلط؟ حصل. مالناش دعوه بالاهلي، نركن سيبك دش بقى. مننا. سيبك النص ده من الكنبه. احنا تمام، لكن انت زملكاوي جامد قوي، حبيبي ده اللي انا حبيبي. عارفه، يعني ده الواقع، شايف كده ده كده كده. ماشي. ايه رايك في الزمالك يا رجب؟ والله الزمالك شكله هيتعبنا الموسم الجاي ماشي إيه؟ خلاص، شكرا. تعال اقعد جنبي بقى. المفروض تبدل. انت ايه رايك؟ والله دخلنا مرة واحدة. عادي عادي مفيش مشكله. آه. والله بص، مع الصفقات اللي لسه جايه دي مش متفائل باغلبها، يعني ماشي. في الصفقات المحليه كده كده كلها شبه بعض. قماشه واحده بالظبط، القماشه كلها واحده حلو. في مصر يعني. هي الفكره بقى ان الشاطر اللي يعرف يجيب اجانب جامدين. يعمل فرق يعمل بالظبط فرق. معاك زي الاهلي وبيراميدز. احنا عايزين نحط دول بقى في المنافسه، لان يعني هم يعني على الاقل تبقى يعني هم كده كده شاركوا طبعا، بس الفكره ان انت تعرف على الاقل تجيب حد في واحد كويس، تعرف ان هو يسند معاك قدام فرده تقيله يعني. بالظبط فرده تقيله. طب ولحد دلوقتي دلوقتي لسه ما بنزل. جبناش، لحد دلوقتي لسه ما جبناش الفرده التقيله دي. ايه شيكو بنزل. انا متفق معاه مع شو الكلام اللي انت قلته. لا ما تقولش. الواد طلقه. سريع، لا سريع. اللي قبل اللي ورا الكاميرا يا جماعه حاجه اه، بتفضلكم، بالظبط. اللي هنا حاجه ماشي تانية. ماشي. طب احنا في كلام على فكره في حته الوينج. اليمين ولا الشمال؟ من لا الناحيه الثانيه اليمين بقى، ما خلاص احنا الشمال هو شيكو الشمال بنزل. كمان زي خلاص آه. رسمي اساسي. قلنا ده الكام ساعه اللي فاتوا، قال لك بيرسي تاو وادم والناس عنده سقف الطموح جامد أوي. قوي، قوي. صح؟ هو بيرسي تاو مش طموح قوي يعني كان هنا، يعني فاهم، انا بتكلم ان هو كان هنا في الدوري يعني مش حاجة جديدة. كفلوس يعني. كفلوس اكيد، بس انا بتكلم كان هنا يعني في الدوري، مش حاجه جديده علينا لا مش بس يعني. هو انا يعني بغض النظر هو هيجي ولا لا، بس احنا كده هنتخانق خناقه ثانيه. لا انا شايفه لعيب كويس، ما عنديش مشكله معاه كلعيب، لا انا بتكلم ان هو يعني مش اسم جديد على مصر، فاهم يعني، فاهم الظروف وعارف الزمالك وبتاع وكده يعني، فاهم، عارف ان احنا عندنا مشاكل يعني. الراجل مش جاي على حاجه ان انت هتفهمه الدنيا ماشيه ازاي، عكس ادم والناس مثلا. أنا لسه بقى ممكن حد يخبط من تحت لتحت. خبط ايه؟ ده كان بيلعب في نابولي من 3 سنين، كان بيلعب في نابولي بس من 3 مره سنين واحده راح. 3 4 كان سنين 3 سنين كان في نابولي بس هو كان بيلعب في السد القطري. ما هو ده برضه ما خلي دي بالك، برضه هو حاجه لو جاي من غريبه يعني. البيت- لو جاي من البيت هتبقى فيه يعني، أنت فاهم؟ اكيد اي حد بالظبط. احسن من ايشو مثلا، معلش يعني مثلا يعني اكيد يعني، انا اسف بس يعني خلاص انا وصلت. ماشي يعني اكيد وصلت. زي ما شيكو بنز اكيد احسن من مصطفى شلبي، اكيد اي حد هيجي يلعب على ايشو يعني فاهم؟ هو انت عايز حد اكيد يسند برضه من الناحيه الثانيه، بس هي الفكره ان ادم والناس يعني كفلوس برضه ما اعرفش هل نقدر ان احنا نوفي طلباته بمعنى صح ولا ما هي لا. دي مشكله دي كبيره برضه يا جماعه. مشكله انا يعني. بالنسبه لي حتى بيرس بتاعه عقده هو الاثنين فري، 2 فري بس انت عندك، انت بتتكلم دلوقتي مثلا ان انت مثلا قدام راس حربه في كلام على عضايا الدباغ. برضه يا جماعه احنا ما بنقولش اخبار، احنا بنقول اللي بيتقال، يعني قاعدين معاك ممكن نطلع كل ده ضرب عادي يعني. عادي جدا. بس الجزيري ما مش ماشي، ما الجزيري ما هو قاعد لك. بالظبط، ما هو انت لو جبت الجزيري قاعد، فانت هتجيب عضايا الدباغ. عضايا الدباغ فلسطيني، فهيتقيد مصري. بعدين انا هسال بقى رجب في الحوار. اتفضل. انت شايف ان احنا محتاجين مهاجمين تاني؟ يعني احنا عندنا دلوقتي غير ناصر الموجودين منسي، عندك اكيد ناصر منسي. اكيد. ايوه، لا انا بتكلم كزحمه يعني. بص في الزحمه انت عندك ناصر منسي. والله اصل فعلا يا جماعه يعني، ناصر منسي، عمرو ناصر، احمد شريف والجزيري قاعد تمام. الجزيري لو ما مشيش وهجيب عضايا الدباغ مش كتير قوي على مركز الهجوم، وانا ما عنديش وينجات. هي ككم كتير، بس هل انت هي الفكره في كواليتي. انت شايف ان انت الاربعه اللي انت قلتهم في واحد تعتمد عليه؟ يعني ناصر منسي كده كده كلنا بنحبه، عشان بحبه ده اكيد بصراحه، كلنا بنحبه وهو مجتهد، بس مش لازم فيرود واحد تاني الاول يبقى معاه، بالظبط. لازم واحد تاني تاني ما هو عنده يسند اتنين معاه. انت اهو. عمرو ناصر مش ضامن. انت ضامن الناس الجديده؟ انت دي الفكره، مش ضامن الجداد. انا لو جبتهم ليه؟ لا ما انت في فرق يا زمالك هنا، ما احنا برضو حته ان انت جايبه لعيب كويس، ده اللي انا قلته لك. انت لما جبت بس المرسي، ده انا قلت الحلقه اللي فاتت، لما جبت بس المرسي كنت جايب مين؟ كان عندك احمد حسن مكي وعبد الله السيسي واحمد علي وعندك خالد قمر. لا احمد حسن مكي كان بعد بس كان معاك، كان هو الرابع. الرابع او الخامس. هو ايه اللي حصل؟ انت ما كنتش جايبه تعتمد عليه اساسي.
انت بالظبط. اللي كان اساسي عندك كان مين؟ كان عبد الله السيسي. كان دراسي واحمد علي. الموسم بدا ازاي؟ الموسم انتهى ازاي؟ كان عبد الله السيسي بره خالص، بالظبط. ومين اللي هداف؟ بس بس. هداف طب الدوري نسال أو رجب عشان هو الدوري. قال في صفقات مقتنع بيها وصفقات لا، اه نمشيها واحده واحده. المهدي ماشي. سليمان رايك فيه ايه؟ ناخدها من يعني تحت. شايف سنه كبير قوي ان هو يجي، وفي كلام انا ما اعرفش برضه، ممكن تصححوا لي ان هو انا شايف ان هو جاي يلعب اساسي. ما هو طبعا انا من شايف كده. انت شايف كده؟ بس انا شايف ان هو جاب حارس مرمى ليه لو مش هيلعب اساسي؟ يعني انا اجيب طب حارس انت مرمى شايف ليه؟ هيفرق حاجه عن صبحي اكيد اي حد هيفرق عن صبحي، انا ده رايي شخصي. اي حد عن صبحي وعواد احسن معلش عشان انا بالنسبه لي صبحي وعواد الاثنين مالط يعني. فاي حد عنهم، ومهدي سليمان بالنسبه لي هو من احسن 5 حراس في مصر هو يعني. كويس من 6-7 سنين. لا بس هو السيزون اللي فات كان مع الاتحاد عامل موسم كويس بصراحه. هو اتصاب فتره بس قبل بس الاصابه هو كان 10 على 10 يعني. الاصابه هي اللي وقفته. ما هو هو كويس، كان انا معاك كويس ان هو جدا. كويس، بس انا مشكلتي معاه مع سنه بس. طب ما يعني لو عدينا حته سنه دي ولقيناه ابن ال20 في الملعب، ما بهزرش والله العظيم. يعني انت لو حته سن، انا لو لقيته يعني لو لقيته لعب يعني انت ماتش في مشكلتك الثاني، مع انا السن، مشكلتي مع سنه. لكن ما عندكش مشكله في لو هو كويس. لعب لو على هو كويس، صبحي لا، لو وعواد. لعب على صبحي عواد وثبت ده لا يلعب أقول طبعا، لكم على حاجة يكمل يا باقي جماعة، السيزون، ما في عنديش الآخر مشكله طبعا. بصراحه انا حاسس ان احنا فاضل اسبوع على على القيد. القيد. انا حاسس ان الزمالك مش هيبقى معاه 3 حراس. في يعني حد انا هيطلع. برضو انا شايف حد واتمنى صبحي، يعني شايف إنه اتمنى ممكن صبحي يمشي. يمشي يعني. يعني صبحي يا عواد بصراحه. يعني انا لان هي بتبقى انت بتجيب حارس زي ما هو قال. طب انت لو جايبه هتجيبه ثالث او هتجيبه ثاني؟ تاني او ثالث، طب ما بالظبط. هما الاثنين موجودين. ما ينفعش اجيب بالظبط، حارس دي باسم الفكرة. المهدي سليمان يبقى حارس يبقى تاني. حارس ثالث بالظبط، هو دي مش الفكره. المهدي المنتظر يا لا لا بس بجد والله. يعني ايه مع احترامي طبعا. لا مش بس قصدي يعني، والله ما قصدي. بس- مع احترامي للكابتن طبعا مهدي سليمان، انا قلت يلعب اساسي يعني. بس يعني ايه اسم الكابتن لا المهدي سليمان؟ لا حارس تقيل، حارس منتخب برضه، حارس إيه دولي إيه يعني إيه يا عم. ما والله هي لا الكلمة حارس. دي بتنرفزني جدا. على فكره مسعد عوض حارس دولي. عارف انت مسعد عوض عارف. فين دلوقتي؟ لا لا بس على فكره لعب انا ما منتخب. اعرفش هو فين. ما هو ما ما حد حدش هو ما يعرف. يعرفش. هو ممكن يبقى محبوس ولا حاجه فبلاش نجيب والله سيرته. العظيم هو ما يعرف. انت فاهم الفكره؟ انا بالنسبه لي مسعد عوض كلمه حارس دولي دي بعد المنتخب كده كده فيه 3 حراس وبياخدوا الرابع. يعني محمد ابو السعود جون المقاولين كان حارس. اقول لك على حاجه، ابو السعود ده يا جماعه معاه افريقيا ده حقيقي فعلا. وكان في المنصوره. حصل. طب حارس دولي على فكره، ما تقوليش كلمه حارس دولي دي بتنرفز. ماشي يا عم، بلاش حارس ما هو دولي. ده حارس بلاش دولي. حارس كويس يا عم. قلنا حارس دولي يا عم حارس كويس يا عم، حارس كويس. تشتكي حارس دولي عادي يا يعني. صباح الفل اوعى. تمام. فهذا ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا حاسس ان الحته بتاعت الحراسه دي ان هو هو في حد انت هيطلع. ايوه انت جايبه اكيد ان انت حاطط في دماغك ان انت هتمشي حد من صبحي عواد. هو الفكره بقى في حاجه اكتر تضايقني، ايه؟ انا بيقول لك ان هم جاد رايح بيراميدز، فانت عايز احمد عيد، فالمصري عايز حارس، فانت المصري هياخد صبحي او عواد. انا مش وانت مشكلتي تبدله بعيد يعني. هو بحس ان دي هو قال لك، فاكر انت كابتن مدحت شلبي قال لك قصب بقصب. قصب بس بالظبط. انا ده قرف بقرف والله العظيم. انا بالنسبه لي صبحي باحمد عيد بعيد. انا عملت ايه؟ ما انت لا انا اقول لك على حاجه، لعيب الزناري يعني انت فاهم. انت كده قرف قوي يعني، انت كده بتنزل. ما هي المشكله، ما هو عيد ده وانا مش مشكلتي مع احمد عيد حاجه واحده بس، ان كريم العراقي بيلعب اساس عليه. أهو لا بالظبط، اه دي فانت كارثه. متخيل احنا فين يعني؟ متخيل لو رايح انت عايز اجيب باك تجيب يمين عامل بديل ازاي؟ كريم العراقي. كريم العراقي انت اساسا كان معروض عليك وانت قلت لا، بالظبط. فانت هتجيب اللي بيقعد بديله بقى. انت متخيل احنا فين؟ لا احنا لا احنا بعد. بننزل تحت. طب نعدي المهدي بس سليمان. برضه ماشي، سيبك عدي المهدي نخش في محمد اسماعيل، قول لنا رايك. محمد اسماعيل ما شفتوش قوي برضو مع زد. الكلام عليه ان هو مدافع يعني يجي منه. انت برضو حسام مجيد انت كنت استحملته 3-4 سنين يعني، عقبال ما الراجل ده انت عقبال ما بدا يباصي كوره، فانت استحملته كتير، وهو دلوقتي احسن مدافع عندك، واحسن ممكن نقول اللي يلعب اساسي في المنتخب. هو احسن مدافع في مصر مع عبد المنعم بره. بالظبط. ف هنستنى ونشوف. يعني انت شايف اسماعيل ده ممكن، يعني انت شايف انت دلوقتي عندك مصدق وعندك اسماعيل وعندك الونش وعندك حسام عبد المجيد، لو 2 يلعبوا اساسيين، واحد ثالث واحد بره السكواد، يبقى مين من وجهة نظرك انت؟ مشكله صلاح، فاهم انت، ناس مقتنعه بيه وناس مش مقتنعه بيه. بص انا عايز اقول لك، انا عايز صلاح 3/4 المعسكر هو مصاب، ومش هيمشي يا جماعه. صلاح مش هيمشي لان انت مش عارف تمشيه اولا، وثانيا انت محتاجه كحد معاك ورا. انت محتاجه بالظبط. هو بس مش هيمشي. بس المشكله اللي انت جايب واحد اجنبي عشان تقعد ما دكه، بص، ودي برضه مشكله ما هو يعني. الحته دي انت هو ما كانش جاي، هو كان جاي اساسا. احنا بص هنعيد عادي. هو انا بالنسبه لي انا مقتنع بصلاح مصدق، مقتنع انا ليه؟ مقتنع بيه بصراحه. ليه بقى؟ لان هو اول ما جه
كان كويس. مم. فهو لما حد يجي يعمل اداء كويس وبعد كده ينزل، يبقى المشكله مش في لا، ادائه، ايوه هو المشكله في حاجه تانية بقى. هو ما بيتمرنش كويس يرجع يتمرن كويس، هو في مم. مشكله في التكتيك تتظبط، مع عايز تدريبات المدرب معينه، بالظبط. فاهم؟ لكن هو كلاعب لا، عمل ده اول ماتش كان قدامه الاهلي مم. وعمل ماتش عمل ماتش كبير حلو، جدا. عمل ده ماتش احنا حلو. قلنا الماتش الاهلاويه كان الماتش ده قال لك هنلعب عليه هنكسب وبتاع 4 و5 ولا لو كسبنا 2 بس نزعل وبتاع، فاكر؟ فاكر. وحتى قدام عيني ماتش السيمي فاينال سيراميكا كليوباترا، ايوه. احنا اخر 10 دقائق صلاح مصدق لوحده ورا في الدفاع، كان على طول مم. بيسقطوا الكوره بالظبط. لاسلام. كان مين؟ زلاكا كان كان زلاكا. زلاكا. زلاكا على طول يسقطوا له الكوره كله طبعا في نص الملعب. ايوه. هو الوحيد اللي بيطلع عليه وعاقل وبيرجع. هو مشكلته في الكوره العاليه لا معاك. بالظبط، هي دي مشكله بقى معاك يعني. جدا في اللي هي إنه بيلعب المشكله ان هو بالاتنين. طويل، المشكله ان هو طويل. ما هي دي بقى ايه؟ ده تدريب، مش ان هو وحش. فاهم لا انا قصدي؟ شايفه على اللاعب اكتر منه تدريب. انت كلاعب يعني مثلا، عشان بالك بحد بره بس ما شبه علينا، عادي عادي، ما ما حدش علينا. بيركز في التشبيهات. لا لا مش قصدي، مش هشبه اكيد كمستوى أيوة. يعني. بس اقصد انت كلاعب طويل مثلا، طوله قد ايه؟ 190 مثلا مثلا ولا ما شاء الله الله اكبر ما رايح شاء الله فوق طويل يعني بالظبط. فانت طبيعي، انت كمدافع انت بتتعود اكيد واتدربت كتير ان انت الكور العاليه دي بتاعتك، بالظبط. دي لازم بتبقى بتاعتك يعني اه. ذو عافيه بتاعتك بس من اقول لك على الاخر. حاجه، هو كورته على الارض كويسه. ما كورته على الارض كويسه فانت بس عندك مدافع كورته على الارض كويسه، والكور العاليه الكور العاليه بالنسبه لي تدريب مش مهاره. اصل هو مش مهاجم يقدر يوجه. لا بس هو لا، لا بس رجب بيتكلم في نقطه ان انا حتى لو المدرب بيمركزني غلط، انا كلاعب المفروض اتمركز بالظبط. صح، ما يبقاش المدافع المهاجم في ظهري. ما هو خلي المهاجم بالك لازم نرجع يبقى غير فيه. التمركز وغير هو في التمركز، التاكتكس. انت لو مدرب بيوظفك غلط وبيلعب بتكتيك غلط، انت مثلا الكور العاليه دي سبيل المثال، بالظبط. انت دي مش محتاجه مدرب. بالظبط. انت دي حقيقة. بالتكنيك مش بتاعك محتاج. زي انت. الونش كده، زي ما الونش بالظبط. بيعمل مثلا. يعني هل التيك اوف بتاع الونش ده في الكور العاليه ده مدرب؟ لا طبعا. لا، ده لعيب يشتغل على نفسه، فاهم؟ بالظبط. لعيب يشتغل على نفسه فقدر يعمل تيك اوف ده اللي عالي. بتكلم فيه. ممكن يكون هو مقصر في حته ممكن. بس يعني على فكره هو ممكن صلاح مصدق، مش عارف تتفقوا معايا ولا لا، بس ممكن يبقى موجود يترمي في الناحيه اليمين كباك يمين احنا ما كده كان الزناري. مش عارف يعني. لانه لما لعب 3 ورا، لما كنا بنلعب كان 3 بيلعب ورا ناحية كان هو اللي اليمين. بيلعب ناحيه اليمين. ماشي بس احنا كده بنقطع بس في 3 الحتة ورا دي. ينفع، بس في 4 دي صعبه يعني، ما مش اظنش ان هو عارف. يعرف يلعبها يعني. ما هو اصل انت ما عندكش باك يمين غير عمر جابر، يعني خلي بالك ما- بالنقطه مين برضه. عمرو جابر؟ عمر جابر ماشي. ما عندكش باك يمين ما غير الفكره عمر بقى، جابر. هل انت هتجيب بديل لعمر جابر ما احنا بنتكلم ولا ما فيش في عيد اصلا كل سنه وانت طيب. لا يعني هل شايف في حد تاني؟ في مصر والله لا، بيقول لك مفيش. في لعيب باك يمين ناشئين الزمالك مواليد 2005 والله بجد ما بهزر، اسمه محمود حاجه يعني. ممكن تعمل سيرش تشوفه، ده بيقول لك اتصعد وبيلعب مع ما بيتدرب معاهم دلوقتي يعني؟ يعني ممكن. يعني هنعيد احمد محمود تاني ولا؟ لا ما احمد بقى يعني المشكله، اقول لك على حاجه، احمد محمود ده لما راح الجونه اعاره كان مكسر كان الدنيا. مكسر، ما دي الفكره، ما انت ما مش كل اللعيبه تنفع اهلي وزمالك سلام يعني. عليكم. لا والله ده بجد. لا يعني فعلا فعلا. اللي بسمعها من ايام الستينات بس. آه. لا فعلا والله بجد. بص الدوري غير جمله الدوري. جمله كليشيه فشخ، بس هي بصراحه حقيقة. هي حقيقه. حقيقة. فعلا يعني هو ما مستحملش الضغط. اصل خلي بالك انت في الزمالك هتلاقي اللعيبه في اوضه اللبس، انت عيل صغير، اللعيبه في اوضه اللبس هتشتمك وهتطلع بره الجمهور، لو بصيت بصه غلط الجمهور في الشارع هيبص لك من فوق لتحت. لا مش اي حد برضه. ايوه يشتمك عشان ما حدش يجي يقول لي احبسك وبتاع. فانت هتلاقي هو مقلق ليه الموضوع اللي حاسه جاب ورا قوي، جاب ورا قوي يعني. بهزر يا عم. لا بهزر لا، يا بهزر. عم. المهم فانت مش هتلاقي يعني اللعيبه فعلا، مش كل اللعيبه، لان ده عيل صغير برضه عنده 20 سنه 21 سنه، فاهم؟ فهو عيل صغير، فهو مش هيستحمل ان هو فعلا يبقى مضغوط، مش هيستحمل ان هو ينزل في ماتش الزمالك مثلا متعادل، عمر جابر اتصاب، وعمر جابر بيتصاب اكتر ما بيلعب، فاهم؟ فهو مثلا دي نزل مشكلة والزمالك تانية. خسران مثلا، فانت الجبهه بقى اللي المفروض تطير وترفع اوفرات وتعمل وترجع تدافع وتاكلينج وبتاع، انا مين؟ انا ايه اللي جابني انا هنا؟ ممكن اقول حاجه يا فاهم؟ جماعه، بس. هو السنه الجايه الملعب هيبقى عمال كده. صح؟ انا حاسس ان عمر جابر هيبقى الاساسي، وطبعا لو ما جبناش حد، او عموما انا حاسس ان ممكن ما نجيبش حد، يعني حاسس 40% نجيب 60% لا. الملعب هيبقى حتى لو عمر جابر مش هيلعب هيلعبوا، يعني ممكن ينزلوا ربيع الزناري او الزناري الحته دي او شحاته، بس شحاتة الملعب مش هيبقى الحته دي احنا على الناحيه الثانيه عندنا بنتايج الله اكبر عليه ما شاء الله يعني، عليه. و كابتن المستريح يعني بجد والله انا حزين عليه يعني، بجد ما والله. بحزنش على اللعيبه دي بصراحه يعني. لا انا مش حزين عليه كشخص،
بيقول لك أيوة، عبد الله السعيد هو اللي اتوسط لجون ادوارد ان ما هو يسامح عايز حد فتوح لعيب كويس ما- معاه بالظبط. يا العب لوحدي يا جماعه. عم تذاكر الحفله عليا بس العب العب اما اجيب لك رقم علامه البيت يا عم وعبد الله السعيد يعملها عادي عادي بالظبط. مفيش مشكله وبعطيها فاهم يقعد يغني لك يطلع عينك. شفت يا جماعه ضرب علامه لما طلع قال لك انا لما طلع عايز يجي معايا عايز يجي معايا التحقيق هو متعود دي حاجه رهيبه وصلنا لمرحله صعبه قوي. صعبه جدا. خلصنا الدفاع والحراسه بقى نخش في نص الملعب. احمد ربيع والكلام على حامد حمدان، رايك ايه؟ مش لا، هو انت أحمد بقى احمد الباشا ربيع بقى. لسه مصاب اهو امبارح بان ولا النهارده مين؟ اسبوعين احمد ربيع لسه بسم الله الرحمن الرحيم ده- يا باشا ما كده مضى ده جاي يقعد جنب جهاد فاهم يعني. بالظبط. ده جهاد رجع بقى ماشي احنا موسم يبدلوا. سرير المستشفى ده لازم يبقى في حد عليه هو تقريبا في حاجه لما بنيجي نشيل التيكت تقريبا حد نشيل مغشوميه بنقطع فاهم نشيل بنقطع حاجه مع التيكت فاهم. هو خلاص دونجا محسوب علينا خلاص هيبقى مش دونجا أساسي. قاعد لحد هو قاعد السنه قاعد. الجايه قاعد قاعد. واشوف حد لو عمل لو بقول لك ايه لو دونجا ده بقى جاتوزو السنه الجايه ما اشوفش حد يقول حرف النون من كلمه تجديد بجد والله ما بهزر. انا بحترمه جدا كزملكاوي مشجع يقعد معانا كده. اقول لك على حاجه انا زملكاوي اكتر من الفرعون اللي على العالم ده بس قسما بالله ما بعرف انيلها في الكوره ما اروحش بالظبط. العب. ما بروحش العب بالظبط. صح ولا غلط؟ دي الفكره. ما هي دي النقطه بقى يعني مش عايز كفاية. اتكلم عشان ما تحسش. طب انت كفاية. طب هسال عشان السؤال ده احنا اتخانقنا فيه كتير فعايز اعرف رايك. كومنت اه. ايوه انا شايف ان احنا عندنا زحمه في رقم 6 ده يعني انا عندك شايف زحمه في كل حته لا ما بالظبط ما هي دي مشكلتي ان الفرقه احنا فاضيه. عاملين زحمه في أيوة. مركزين وسايبين بالظبط ما الباقي. دي مشكلتي ان احنا كاجنحه فاضيه والفرقه زحمه من النص فاهم يعني الطرقه زحمه مفيش حد في الاوض بقى يعني فاهم. فانا عندي مشكله دلوقتي احمد ربيع جهاد دونجا وبتتكلم محمد حمدان وممكن شحاته يلعب 6 لا ما تقوليش ممكن ماشي بقى تقول سيب الستة. شحاته يا عم سيب مش هم شحاتة. ثلاثه سيب موجودين سيب شحاته 4 يا عم ما انت ليه؟ بتتكلم محمد حمدان افرض كمان. ماشي سيبك بس من حامد حمدان خلاص يعني بعيد الكلام عنه قل خلاص يعني بعيد. شايف ان هو تمام خلاص انا شايف بعد. ان انا عندي 3 في 6 محمد حمدان السنه الجايه كتير برضه. شكله كده. كتير قوي 3 في 6 دي يعني انا شايف الثلاثه في مركز 6 ده والثلاثه كلهم شبه بعض اساسا فشايف ان هو كتير قوي ان انا يبقى عندي 3 دول في انا مركز 6. تقريبا انت اول ما جبت جهاد اتصاب ولبست الدونجا فضل معاك ما دونجا بالظبط دونجا خلي بقى قصدي جهاد اتصاب كتير. انا شايف يا جماعه انا يعني مش عارف رايك ايه بس انا بالنسبه لي يعني شحاته لو لعب 6 اعلى من الاربعه التانيين ولا 3 التانيين اللي كانوا. هو مميز في حته ثانيه ولا ايه؟ بالظبط بس- بس انت انا شايف شحاته هيلعب لازم حد جنبه سواء حد دونجا اي حد من الثلاثه يعني دونجا ولا ربيع ولا محمود جهاد. بس دونجا انا شايف ان هو لازم يركن مليون في المية لازم يركن. ده كده كده تمام. احمد ربيع لو باللي شفناه يعني مع البنك هو يلعب اكيد على جهاد ودونجا بس هي الفكره ان جهاد مش عارف يعني 10 رايكو ايه في الحته دي بس انا شايف ان هو شبه دونجا مش شايف فرق في المستوى بين الاثنين. لا بص اقول لك على الفرق في ايه؟ مستوى الاثنين ما هو مع الزمالك مع الزمالك. ما هو احنا ما شفناش جهاد مع الزمالك هو كده احنا مش شايفين دونجا مع لا، بس الزمالك هو- انا معاك هم شبه بعض دلوقتي لان الاثنين مش موجودين بس بالشويه اللي لعبهم ما هم هو 20 لا بس هو فعلا لا فعلا الماتشين الثلاثه اللي لعبهم هو بيتكلم في حته ان ما غيرش حاجه في الملعب يعني فاهم. بالظبط يعني حتى ما كانش حته ان هو ممكن 6 ده انت تعتمد ان هو ديستروير او ان هو بس بيقطع الكوره وشكرا فاهم. مش عايزه يا عم يبني هجمه عند عبد الله السعيد مش عايزك هيبني تباصي يا عم اه اقطع بس اقطع بس اقطع مش بس. زي طارق حامد كده انا مش عايز منك حتى طارق حامد كان عنده لونج باص يا عم لكن انا عايزك لا انت يا جماعه تقطع. هو جهاد عنده لونج باص جامد بصراحه بجد شفته امتى؟ لا مع فاركو مع فاركو مع فاركو شفته مع الزمالك انا شفته مع فاركو معلش ما ده يرجعنا لحته ان انا دلوقتي الزمالك يا جماعه اي لعيب هيجي هيلعب اساسي بس مش اي لعيب هيكمل هيستحمل بقى بالظبط. ايوه ان هو لان انت الباص الغلط الجمهور هيعترض طب حلو انا لان احنا مستنيين. علق بقى الحته دي انت بتقول اي حد يجي يلعب اساسي بس مش اي حد هيستحمل. ما احنا عندنا 3 ممكن واحد يقلش وواحد يركب فاهم قصدي عشان كده بقى ما في اتنين انا مجربهم قبل كده انت هتقعد تجرب ما انا مجرب دونجا قبل كده وجهاد قبل جربت كده جهاد قبل يا كده. جماعه هو جهاد بصراحه بجد سيبك من الهزار هو جهاد ما خدش فرصته مع النادي بس لعب كتير فين؟ لعب شويه فين كام اخر كام ماتش في الموسم لعب حبه حلوين. لا يا عم ده ما مش ما لعبش كتير ما لعبش كتير انا معاك ما لعبش كتير بس لعب اللي هو انا شفتك على الاقل في كام ماتش مش حكم نهائي ما ينفعش حكم نهائي يعني معاك. اقول لك على حاجه انا بقى دلوقتي احكم عليه انت خلاص انت بقيت سليم فتره اعداد استريحت ابدا بقى فاهم الفكره. طب اسالكم سؤال قول. تفتكروا جهاد هيلعب اصلا؟
مش اول ماتش في الدوري يا جماعه ما دونجا بقى رقم دي 6. ما بالظبط، ما دي بقى الفكره، انت مدرب جديد ودونجا يلعب عليك اساسي، يبقى انت كده انت مفيش. لا هو مش عشان كده، هو عشان الفكره ان ربيع اتصاب خلاص، ما ربيع خلاص صباح هيغيب بقى، الفل اسبوعين. تمام. جهاد ما اعرفش بقى، هو خلي بالك في يعني اقول لك على حاجه، في لعيب بيقول لك ان هو حاجز مكانه اساسي في التشكيله، ناصر ماهر. ماشي. طب مع عبد الله وشحاته، ما هو يعني انت هتلعب، مع انت عايز سند. تلعب بشحاته، قصدي دونجا وعبد شفت الله. بقى فايده الزحمه. ايوه الزحمه دي، ما بس دي هتلعب كارثه لان انا ازاي؟ ما عنديش ما- وينج يمين يا جماعه. يا عم سيبك، ما احنا هنروح للوينج بقى. ماشي ماشي، هنروح انت بتتكلم للوينج. نص الملعب دلوقتي. اه ماشي. دي ميزه طيب. على فكره. ميزه بس ما ستيل انا انت يا يعني اسطى عايز تعترض على لا مش بعترض، انا لازم يعني عبد الله ده لازم يبقى بص في انا الملعب. معاك ان ماشي يا انت- عم، هو لازم، ما هو انت ممكن تلعب بسته وتلعب بناصر وعبد الله لو ماتش هجومي. وشحاته دكه، هل شحاته ينفع يقعد دكه؟ لا يا اي عم حد ما من دي حاجه حلوه، انت ليه متضايق؟ متضايق الفكره عشان- ان ناصر اصاباته كتير برضه، يعني ناصر مش هو انت فاكر ان النصر هيلعب ماتشين ثلاثه ما ورا بعض؟ بالظبط. انا فاهم ده، بس يا جماعه لا يعني الواد شحاته ناصر ده بيغيب يعني. انا بالنسبه لي شحاته ده يعني اديله بموسم ده يبقى شحاته وامام عاشور هما الاثنين نص ملعب منتخب، طيب ماشي. فاهم؟ فانت شحاته ده ما ينفعش يقعد يا جماعه لاي، معلش مع احترامي لاي اسم في الزمالك في نص الملعب، شحاته ما ينفعش يقعد له. ماشي انا معاك. نتفق مش بس- مختلف، بس هو انت، انا مختلف معاك في حته ان انت بتقول لي اصل احنا كتير. انت لو عديتهم هو كتير في ايه؟ انت هتقول هتحسب لي سيف جعفر؟ لا مش هحسب طبعا الكسر. هتحسب لي لا احمد محمد حمدي، السيد؟ لا نحسب احمد حمدي، ماشي. ناصر ماهر، عبد الله السعيد، ماشي. محمد شحاته وادم كايد. ادم كايد وين؟ لا بيلعب في نص هو- الملعب. بس هو بس هيبقى يعني هو جاي وينج. جاي وين؟ يا عم شيله سمع بره يعني. الحزب. تمام، دولت 8 اهو، بيقول لك 8 لان الراجل بيلعب 4 2 3 1. تمام، فالثالث اللي في قدام ده يعني بيلعبوا احيانا 8 واحيانا 10 على حسب رسمه الماتش، في ماتشات بيلعب 4 3 2 1 وماتشات 4 2 3 1. تمام، فانا بتكلم دلوقتي في ناصر ماهر، احمد حمدي، محمد شحاته وعبد الله السعيد وفي جهاد وربيع. ماشي. هو ربيع ماشي، ما هو اللي انا بكلمك فيه دلوقتي في مكان في ثلاثه، واحد اتصاب، واحد اساسي، واحد دك، عدد كافي جدا، صح ولا غلط؟ ماشي معاك. دلوقتي انت بتتكلم في ناصر ماهر، عبد الله، احمد حمدي، بتكلمني في وشحاتة. تاني شحاته. اثنين اساسي واثنين احتياطي. ما هي ماشي، مين بقى الاثنين؟ بقى دي ماشي، دي بقى رفاهية. دي يعني دي حاجة رفاهية ما ده كانتش كلام موجودة في تاني، ده الزمان. كلام تاني بالظبط. فاهم الفكره؟ دي بقى ساعتها يا باشا هو بيتكلم في عمق سكواد يعني، هو انت كده تمام. نلعب 60 دقيقه، لا مش حلو النهارده نبدل، دخل احمد حمدي، لا فاهم قصدي؟ اصل انت مثلا احمد حمدي انت ما تعرفش هو راجع من الصليب بقاله سنه. اول ما اشوف صليبي بيقعد سنه ما بيلعبش، انا مش عارف يعني. بس عامه انا يعني وجهه نظر ادم كايد نص ملعب اتقل بكتير من ان هو يلعب 8. انت شفته فين يا اسطى اتقل من اتقل؟ كل ماتشاته يا ابني مع المنتخب كل ماتشاته ايه؟ هو لعب 6 ماتشات. ايوه 6؟ والله اتفرجت عليهم، اتفرجت على الهايلايتس بتاعتهم كلهم. والله العظيم الواد ده يا ابني لا اعمل قضيه والله بجد الواد ده بيلعب 10 ولا 8 ولا يعني وين؟ زيادته من نص الملعب ان هو يزيد من نص الملعب ويلعب قدام زي مثلا مودريتش مع ريال مثلا. تمام، الواد في الحته دي والله العظيم اتقل بكتير من ان هو يلعب وينج. انا كده بحرق، انا بحرق وخلاص. وبعدين انا لو جايب ادم كايد وينج الاخ شيكو بنزا بيعمل ايه؟ وينج وينج يا ابني، ما هو دي طب ماشي، ما بالظبط، ما انت عندك موسم كامل، ما انت لازم في بديل. لا انا بتكلم يعني، انا بتكلم بقى ان احنا خلاص احنا قعدنا موسم كامل، قعدنا 3 سنين بشلبي يا عم بقى ما تفكرنيش عشان ما تفكرناش هغلط باللي وهشتم. لا بجد والا هو ادب انت بقى هتبقى عايز لعيب واحد حلو ووحش هو اللي يكون موجود. لا مش ده قصدي، انا بتكلم ان لعيب، انا عندي لعيب ده في المركز ده احسن من ده، زي ان احمد شريف احسن كمهاجم من ان هو وينج. حلو، بس فانا ليه يبقى عندي لعيب كويس جدا في مثلا في مركز 8 او 10 والعبه وينج؟ عشان انت عندك في بداله بالظبط، وانت عندك بداله اصلا في بديل قصدي ليه يعني في المركز ده. ماشي يعني دي وجهه نظري يعني. ماشي كمل. وصلنا فين تاني؟ تعالى بقى الوينجات الشمال بقى يعني حبيبك شيكو بنزا. حبيب قلبي. هو عامل ازاي التقوس؟ عامل ازاي يا عم مش هينفع. لا بس او هو يا جماعه انا اي لعيب كوره حريف دكتور بقى وهيقرف. لا والله اي لعيب كوره حريف المفروض تقوس لبره. انا والله مش لعيب كوره حريف، عارف لو مش حريف عادي يعني ابو تريكه مثلا، ابو تريكه الناس دي كلها، زيدان كان عنده سيكه تقوس صغيره كده، فاهم؟ اي لعيب يعني دايما. لا يا عم انا مش هقعد انا بقول لك عاشور الادهم كان عنده. انت ليه مركز في التقاصات بس يعني السؤال؟ انت ليه مركز تحت؟ انا عايز افهم بقى والله دايما بيبقى والله مش قصدي تنمر خالص. لا تنمر ايه؟ انت تنمر؟ لا والله لا هو بالتنمر. امال لو مش قصدك تنمر هتقول لي بيبقوا الركبتين بعاد عن بعض، يعني بيبقوا الركبتين بعاد يا عن عم انا بعض. فاهم يعني هتقول لي شيكو بنزا بقى الركبتين، عارف بنت خجوله الركبتين تحس كده ان هم طب مش ممكن ده كادر مثلا هو كان عامل كده مزنوق؟ هو عارف كل الصور مزنوق عنده السكر يعني، عارف كل الكوره عايز يعمل حمام. يمكن هو واقف بس اكيد لا والله الله اعلم يعني. على فكره الواد طلقه
ما انا عارف انت هتقول لي زي تي ديتا كده اصلا سريع سرعه فاهم اللي هو انليمتد في السرعه. انا والله مش يا رب يا عم يكسر الدنيا، يا عم يا رب. بس يا جماعه لا، ما في بشاير كده، في بشاير ده مش شكل أنا لعيب مش- كوره يعني. هو انا بالنسبه لي مش متفائل بيه يعني باللي شفته، مش شفت فين حاسه برضه يا جماعه؟ من الفيديوهات. ما انا الحاجات اللي الفيديوهات. الفيديوهات أنا لا اكيد ما تابعتوش يعني. ما انا قلت انت متابع لا للبرتغال. مش الدرجات دي. بص، طب مش الدرجات دي يعني. الدوري طب البرتغالي اكمل على كلام رجب بما انه هو الراجل شاف فيديوهات. بذمتك يا رجب انت في اي لقطه في الفيديوهات اللي انت شفتها عدت ال4 ثواني؟ عشان هو سريع جدا. لا يعني ايه يعني ايه؟ عشان هو مفيش كوره فضلت في رجله اكتر من 4 ثواني. ما هو معنى كده ان بياخد طب ما مصطفى شلبي كان ليه فيديوهات مع انبي بيقعد يرقص، وفيديوهات وبيعدل على شماله وبيشوف بيمين. بالظبط ايوه انا صح؟ انا بقول لك ده كابتن ايمن ولا استاذ ايمن الشريعي عمل فيديو اي تمام، باعه لنا لبسه لنا هو تلبيسه زي كمال كده. ازاي كمان يا لهوي. اهو استنى بقى، يا لهوي. انا كنت ناسيه. إيه؟ لما انت في حته 6 جبت كذا وكذا وكذا وما كانش في حد. انا ما اجيبش زي كمال برضه، ده على الله حكايته خالص يعني. طيب ما هو يعني مش في الدرجة. تنوع فاهم قصدي؟ ما هو في تنوع بس ما يبقاش نوع في الخرا هو على فكره خلي بالك، هو انت انا اسف، هو انت تعالى كده في رقم 6 في الدوري بعيد عن الاهلي وبيراميدز اللي هو مهند لاشين يعني بتكلم فيه ومروان عطيه. قول لي كده حد في الدوري. انت جبت ربيع. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى تاني، اللي هو ماشي كلها زي ايوه بعض. بالظبط. فاهم قصدي؟ فهو زي ما رجب أحمد قال زي في الحاج الاول. أحمد. ايوه زي ما ما رجب فيهاش قال في الاول، انت لو هتجيب حد يبقى محترف ما احنا مش هنفضل كل مش هنخلي منتخب فلسطين. اقول لك على حاجه. لا ما انا ما اروحش بقى يعني يوم بقى، ما هو ده النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انا ما دام الاختلاف في المحترفين ما يبقاش بقى محترفين شيكو بانزا وشيكو مانزا والعالم دي يعني ما فاهم. هو يا بص يا زمان انا عارف في فرق ان انت تقول لي انا مش متفائل زي ما رجب بيقول، وان انت بتحكم حكم بات ونهائي على صح. لا هو مفيش حكم نهائي. انا مفيش على حكم فكره نهائي. خلي بالك انا بالنسبه لي نسبه ان هو يا رب ما نطلع ينجحش غلط معانا، يعني، يا رب نطلع غلط. نسبه ان هو ما ينجحش معانا اكتر من 60 65%. تمام معاك، لكن مش هحكم واقول لا صفقه فاشله ومش عارف ايه. اشوف. لا الموضوع- بالظبط، انا معاك يعني في دي. أنا احنا نشوف بالنسبة لي- الاول. فاكرين الواد اللي جوميز جابه من ليفربول يا عم اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ لا حاجه فيها جيم كده. ايجولا باين ولا ما ما الحلقه كلها نسيت نفضل اسمه. نعمل كده. ما علينا. الواد انت سألتنا ده سهلة. او اجاريا ايجاريا. ايوه ايجاريا هو ايوه كده. ده ما شاء الله في المعلومات قوي. الله فهو الواد ده انا حاسه شبه نفس الطول كده ونفس برضو لسه هيجيب مستوى اللياقه ولسه هيجيب بدني ولسه هنجربه بص ولسه كده. يا زمالك انا مش معترض يا جماعه والله مش يا جماعة معترض في فرق بس حاجه، في فرق حاجه. عارف انا ما عندي مشكله ان الناس بتنسى احنا فين. ودي مشكله ثانيه والله العظيم بجد. ما اقول لك على حاجه، ما عشان كده احنا عايزين حد اللي جاي بسرعه. ما دي بقى بالظبط. ما هو ده إحنا- بقى اللي المفروض يحصل في الوينج. ما هو ده اللي كان المفروض يحصل. يعني اقول لك على حاجه، بص احنا لا يحصل بدل شيكو بنزا، مش الوينج معاك الناحيه الثانيه. مش مختلف. بس انا مثلا جبت شيكو بنزا، انت بتقول لك ايه؟ الناس بتقول لك ايه يا جماعه فين التيم اللي سكاوت ونجيب لعيبه رخيصه وهي اللي تعزى زي بنتايج ومش عارف ايه والكلام ده كله. ماشي. جبت شيكو الناس اعترضت بغض النظر عن اللعيبه، انا بتكلم كفكره. جبت مم. ايه؟ شيكو بنزا، الناس اعترضت. الناس رايحه دلوقتي يقول لك ايه؟ لا طب خلاص احنا هنجيب حد شفناه ولاعيب دولي ولاعيب ليه ارقامه كويسه ومش عارف ايه تمام. وكذا، فنروح لمين؟ بيرسي تاو مثلا ممكن نتفاوض معاه. فالناس تعترض برضه. وكده كان الناس هتعترض. ايوه ده كده بالظبط. كان الناس هتعترض. فانا مش فاهم يا جماعه هو ما ينفعش نجيب كله نجوم وما ينفعش نجيب كله سكاوت. بص اقول حاجه بما اننا لسه في حته الوينج الشمال دي، احنا لسه هناك. ان انا كنت حاسس مش عارف انتوا معايا ولا لا، ان احنا كنا ناويين على عبد القادر ولما اتاخرت فخلاص يعني كان شيكو بنزا ده رقم 2، كان جاي ان هو يبقى رقم 2 وعبد القادر رقم 1. ما هو انت فلما عبد عبد رقم واحد القادر دي برضه دي اتأخرت- يا جماعه كارثه. معلش بس ما- لا انا اسف في حاجه. مش قصدي، هو الفكره في حاجه، هو انت اساسا ازاي تعتمد على عبد القادر ان هو يجي السنه دي وهو لسه عقده سنه؟ بالظبط. ما انت كنت بقى هيتباع للخليج هيفسخ هو عقده بالتراضي، كانت يعني كان هو اكيد كده مش هيقعدوا كده يعني بنسبه كبيره جاي لك وبتاع، ده قلع لهم منطق في النادي يعني. بس النقطه في حاجه برضو ايا كان اللي انا الفكره اللي بتكلم فيها ان شيكو بانزا ده والله مش دفاعا عنه، بس انا بتكلم نستنى هو الفكره في حاجه، هو الرسم البياني بتاعه طالع، يعني هو بدا يروح منتخب، بدا يلعب، فاهم قصدي؟ هي المشكله زي ما قلت لما انت قلت من شويه ان احنا جايين من موسم صعب قوي. صعب قوي. فاحنا داخلين الموسم ده احنا عايزين اللاعب اللي يجي ينقذنا من الاخر. انت عايز حد جاي لعيب صفقه بوم اللي هو انا تحمله كل بالظبط. بص يعني اصل احنا يشيل الفرقه احنا اعمارنا كلها قريبه من بعضها يعني فاهم. فاحنا انا اظن ان انا الموسم اللي فات ده موسم ما يقلش في السواد عن العشرة السوداء.
الموسم ده اللي فات اللي فات يعني يعني لان انا ما ممكن. شفتش على الاقل انت طلعت فيه يعني الموسم ده اللي فات ده انت طلعت فيه لا ما دي عشان بطولات ربنا ما مشيش ما الناس اللي في بالظبط الاستاد دي زعلانه يوم عيد، فاهم؟ بس بامانه غير كده لا يا جماعه، احنا حتى في 11 العشرين السودا ماتش. كانت العيال رجاله، يعني هم دي امكانياتهم بس يعني بيموتوا كنت نفسهم. 17 على الدوري يا اسطى رجاله. ايوه لا امال اللي مش رجاله يبقوا ما عشان دي امكانياتهم يا بهزر انا ابني. ثواني بقى معلش بقى. انا اسف انا ما قلتش اللفظ ده. انا كنت كده بقول والله بجد والله العظيم يا ابني انا كنت بهبط. ايوه ماشي، بس دي امكانياتهم، انا بتكلم في امكانيات حته. مين يا عم ما معلش انا بص كان بص موجود. انا عندي بس برضه لا. في الحته دي كلمه اصل هم رجاله، طب ما راجل وبهبط، طب ما انا ما استفدت ايه بالظبط، برجولتك ايوه لا انا يعني؟ بتكلم يا في عم حته، لان اللعيبه اللي انا يا جماعه انا وبعدين قصدي بالظبط في حاجه ان الموسم اللي فات ده كان فيه لا مبالاه، ان انت حتى انت مش عايز تبذل مجهود، انت مش عايز تلعب، اللعيبه مش عايزه تلعب ومطمنه ان هنا كده كده بلعب اساسي، انا واحد زي شلبي مطمن ان ملوش بديل، نرجع انا لايه؟ كده كده نرجع بلعب لإيه؟ اساسي. الزحمه. الزحمه ما هو في بس زحمه يعني في منافسه ما يعني اللي يلعب وحش هيروح ما مش دايما الزحمه حلوه. طب ولو كلهم وحشين هنعمل ايه بقى؟ ما ده قصدي بقى، ايوه دي كارثه. ما ده قصدي ان انا يا فرحتي بالزحمه ومثلا كله في مستوى بعض، يعني يعني فرحتي ان انا عندي ثلاثه مراكز سته دلوقتي والثلاثه من نفس مستوى دونجا. اقول لك على حاجه فاهم؟ برضه بنرجع يعني احنا بنرجع معاه شيل 6 تاني. لو احنا دلوقتي جبنا في السته 3 عندنا 3 دونجا جهاد ربيع، جبت ربيع اللي هو احسن واحد بره الزمالك والاهلي وبيراميدز تمام. قلت لي ما هو كلهم شبه بعض، طب هنجيب اجنبي، جبنا واحد اجنبي في 6 هنيجي في 8 كلهم شبه بعض نجيب اجنبي، ما هو انت عندك كام؟ لا ما احنا 8 عندنا حلو الحمد لله، انا مش بتكلم كده، انا بتكلم يا جماعه يعني انا من ساعه بن شرقي انا ما جبتش وينج شمال ناجح. لا بالظبط، أيوة، هي ما دي هو بقى طبيعي، القصه، ما هي دي ما دي فانا بقى بقى لسه هجيب النقطه. وينج شمال ما عشان اجرب كده اشوف انا حلو ولا مش حلو. بالظبط عشان كده بقول لك انا المركز ده كان لازم تجيب فيه حد والمركز تقيل. الثاني والله ما احنا لسه هنجيله بقى، ده الناحية احنا لسه التانية؟ جايين له، لسه ماشي هنجيله. معاك، خط الهجوم كده كده كله لازم يتعمل فيه ابجريد كبير، يعني انت اللي عندك الموسم اللي فات مش طب أنا- الوينج اليمين، طيب الوينج اليمين يعني انا شايف ان معالي ده بصراحه هي الصفقه اللي كويسه، يعني بس لسه عيل صغير ما مش هتحط عليه أمل كبديل، برضه. كبديل كويس، لكن يعني كاساس انا محتاج وينج يمين اساسي اكيد. اكيد مع ايشو انت محتاج حد إيشو برضه، محتاج معاه حد. مع- مع ايشو والمعالي انت محتاج برضه حد معاهم قالوا انهم تقيل. صغيرين هم. ايشو انا ما اعرفش هو ماشي ولا لا. كان في كلام من فتره ان هو يبقى عرب، بس بعد كده ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. والمعالي برضه صغير، مش هتحط عليه امل زي الجفالي يعني لما ما جه. الجفال انا ما حطيتش عليه حاجه. ده الجفال عامل سبرنت اتصاب 3 شهور يعني انا ما لحقتش احطه والله، كان ما انت نفسي بقى أحط خايف حاجة. يحصل فيه نفس المشكله، أيوة. هي دي بقى دي النقطه. لا انا بتكلم ان احنا محتاجين وينج يمين بقى انت كده كده محتاج وينج يمين، محتاجين ده وينج مليون في يمين. المية محتاج وينج يمين. بس هل بقى ما يا جماعه برضه احنا لازم لما نيجي نحسبها نتكلم كوره دقيقه، نتكلم كوره دقيقة. بنتكلم لا يعني احنا بنتكلم صفقات، نتكلم ككوره بقى، كوره جوه الملعب يعني كفكر تكتيكي. انا دلوقتي شيكو بنزا ده لعيب يخرب بيت شيكو بقى. ايه اللي الناحيه الثانيه؟ ايه اللي الناحيه الثانيه؟ فانا بالنسبه لي كشيكو بنزا ان هو ماسك الخط، لعيب خط، هو مش لعيب بيقطم لجوه كتير، فانا لو هجيب وينج الناحيه الثانيه، لو هجيب وينج الناحيه الثانيه لازم يبقى الوينج ده بيقطع لجوه، يبقى عايز وينج بيقطع هداف يعني بالظبط، من الاخر. وينج بيقطع لجوه بيعرف يشوط من بره المنطقه كويس، مش وينج برده ماسك الخط وبيرفع اوفرات زي زيزو مثلا. انا شفت شيكو بانزا ماسك الخط او ما بيخش لجوه فين. الفيديوهات برضو اللي احنا ما عندناش الا فيديوهات، انا ما حلتش الا فيديوهات يا والله باشا. ما بهزر، بس خلي بالك هو انا بالنسبه لي شيكو بانزا كان في الفيديوهات اللي احنا شفناها لا هو كان بيخش جوه وكان بيشوط وكان فاهم قصدي. احنا هو ده برضه مصطفى هنحكم شلبي عليه كان لما نشوف خط. يعني. هو مصطفى شلبي كده كده خط يعني ما أيوة. بيعرفش يطلع بره مربوط خط. فيه. ما والله بيعرفش والله ما بهزر. ما بيعرفش. فهي الفكره انت لازم برضه تاني لما يبدا الموسم نشوف بقى. طب انتوا الناس شايفين دي. بيرسي تاو لو جه مم. حلو يعني صفقه كويسه؟ انا شايف طبعا لا. هو بالنسبه للي عندك هو ابجريد، ماشي بعيدا عن اللي عندي بس يعني كلاعب. في المطلق اه انا ما اشتريتش مع الاهلي لما كان في الاهلي ما عجبنيش بصراحه. انا بحس فيه سن تعبط كده والله والله مش قصدي حاجه، بالظبط انا يعني. بحس عبط كروي. طب تعال نشوفه في ماتشات مثلا مهمه، اه ما هل عملش أي تفتكر حاجة. لقطه عدله؟ ما افتكرلوش قدامنا احنا كزمالك بالظبط لقطه عدله يعني, اساسا يعني قدامك انت كزمالك انت يعني ده اللعيب الوحيد اللي ما كنتش شفتوش. بقلق منه، يعني لو حسين الشحات بقلق من حسين الشحات اكتر من بيرسي تاو. طب هتكلم هو الحاجه هتكلم بجد والله. بالنسبه بيرسي تاو كاسم، هو انت لو جبته انت بقى جبت لعيب دولي، قلنا الكلام ده ماشي. جبت لعيب دولي ارقامه مش عارف ايه كذا انت كنت كذا لسه كذا متضايق كذا. من كلمه دولي من انا كنت عايز اقول له لا ما هو ما انا بقول لك لا دولي في الهجوم غير الحراسه يا باشا. لا بس خلي بالك هو ده دولي ايوه فاهم. ده دولي ده انت عارف ان كابتن احمد عبد الغني في حرس الحدود معاه افريقيا. لا بس ده اكيد ده دولي مع جنوب افريقيا دولي. ايوه اساسا راح في لعب في المنتخب برايتون وبتاع ويندر لخت ومش عارف ايه وكلوب بروش تقريبا والكلام ده كله.
وصن داونز مم. فاهم. انا بشوف ان هو ارقامه مع الفرق اللي لعب فيها كويسه جدا. السنه اللي فاتت اخر موسم ليه مع قطر القطري لعب 9 ماتشات، عمل 4 اسيست. بس تمام. ما هو بس ماشي. بس انت الفكره اللي انا بكلمك فيها ان هو ايه، عارف انت اللي هو قطر القطري. طب هو تريزيجيه عمل ايه مع الريال؟ بالظبط. طب ما يا احمد جماعه عبد القادر مستوى اللي انت هتموت الخليج، عليه من قطر ما هو القطر. يا جماعه الشغف في الخليج عارف، فاهم مختلف قصدك، قوي فاهم يعني، قصدك. فاهم قصدي؟ يا جماعه ده دراكسلر هناك ما بيعملش حاجه. يعني دراكسلر في الدوري القطري ما بيعملش حاجه. ايوه لا، ودراكسلر بالظبط. هناك وخافي مارتينيز هناك لعيبه تقيله قوي في استنى بس قطر. عشان ده مدريدي يا ابني، خوسيليو صح؟ اه الغرافة في يا ابني. الغرافه ما ولا اي حاجه. بالظبط. يا ابني ده انا عايز اقول لك ده ياسين ابراهيم بيلعب عنه يا ابني هناك. سيبك انت، ده الواد ده اسمه ايه؟ فرجاني ولا فرجاني بيعمل له شويه كور. ايوه مم. هو على الله ده مش يعني مش فاهم. ايوه فاهم. هم بيروحوا هناك بينطفوا تماما. انا عارف ان انت الشغف وان هو بالظبط. في جمهور الكلام ده خلاص باخد والمنافسه وكده. باشا الرنه بتاعت فاهم. التليفون برضو بتاعت بسيطه كالان خلاص. ده بتفرق. بص، هي قطر أيوة. والامارات ما فيهمش كوره زي السعوديه مثلا يعني. فاهم؟ مثلا فاهم الفكره. ايوه. فهو مثلا واحد زي بيرس تاو ده لو جه، لا هو انت بتقول لي الاهلي تمام، بس هو انا ما بشوف انا الاهلي يا جماعه، وكان بادئ الموسم مع الاهلي، اول موسم ليه بدأوا مع الاهلي كويس جدا. حصلت مشكله، موسيماني مشي، هو كان الوكيله بتاعته مرات موسيماني مشي بطريقه مش كويسه مع ما اداره انا بقى الاهلي. بص، انا عندي حصل- حته مشكله بقى مع حته القرايب واصل لا ابويا مش وابن قصدي، خالتي. لا مش قصدي هو الفكره في حاجه ان حصل مشكله بيرسي تاو انا أصلاً. متعقد. لا خلاص انا أيوة. كل واحد يجيب لي المدارس ده انا خلاص نقفله. بالظبط مش عارف ايه. كفايه. الفكره ان هو ايه، حصل اساسا توتر ما بين بيرسي والاهلي يعني. والاهلي. قعدوا بقى ايه، طب انا هطلعك لا انا عايز اخد عقد كامل، لا مش. فما بقاش مركز في الكوره، وما بقوش يعتمدوا عليه، وحصل مشاكل. عكس بقى ايه، عشان كده ما بقاش ظهر كويس، فاهم النقطه؟ فاهم لكن انت قصدك. لو جبته بيرسي تاو، انا بشوف ان هو صفقه يعني قويه، انا بشوفها صفقه قويه. طب في النقطه اللي هو كان بيتكلم فيها ان هو عايز وينج هداف، انت شايف بيرسي وينج هداف؟ يا جماعه ما هو برضه نرجع لحته ان الوينج الهداف دي هي الفكره، هي حاجه من هي حاجتين. اول حاجه سيستم اللعب نفسه، اكيد ده اكيد. ومن الاخر يا جماعه اللعيب معانا كورته مشيت ولا لا. انت لما قبل ما تجيب بن شرقي كانت ارقامه عامله ازاي؟ مع الوداد كانت كويسه، مع الوداد. لا وما كانتش كويسه قوي، خلي بالك. بس راجع كده ارقامه هتلاقيها برضو مثلا بالنسبه لا يعني افريقيا لا ما كان يعني ارقام بس اللي كويسه. هو على فكره نفس يعني مثلا هتلاقي مثلا لو لعب 30 ماتش هتلاقيه مثلا جاب 7 8 اجوان مثلا، فاهم معاك؟ ماشي. بس هتلاقي نفس الارقام قريبه. مع مثلا الهلال لا سيء، لا الهلال مع كانش لما راح موجود. لينز لما راح فرنسا سيء. هو لما جه عندك خلاص بقى نور. فاهم؟ هي دي الفكره، ده اللي انا بكلمك فيه، ده اللي فاهم هي دي قصدك. اللعيب جه وكورته مشيت معاك. بص، هو نجاح تاو في الزمالك هيبقى مختلف شويه عن الاهلي، لان احنا بنحب نوعيه اللعيب اللي بيحنكش اكتر يعني. فاهم؟ احنا بس هو جمهور، خلي بالك برضه احنا جمهور يعشق اللي هو حنكش برضه لا زياده يعني. الحنكش دي اقول لك على زلاكه ماشي، لا بيحنكش ماشي. تمام. تاو ده تاو ملك الحنكشه يا ابني ما هو بيحنكش يا جدعان، ما هو الحنكشه دي اللي انت قصدك عليها ايه؟ هي ليه لقطه على فكره مضحكه جدا، لما كان رايح في استاد السلام ورايح انفراد، وقام موقف الكرة ولعبها برجله الثانيه وطلعت بره دي. لا هو على فكره افتكرتها. تاو مشكلته مع الاهلي وجمهور الاهلي ان جمهور الاهلي شويه جمهور مش فارق معاه متعه، المهم مكسب. فاهم؟ مش فارق معاه ان اللعيب ده يبقى لعيب بس بيجيب لي المكسب. فاهم؟ ان هو تاو ما كانش اللعيب كده، هو لعيب انا نازل فور فن، لان هو جاي من سان داونز مدرسه الفور فن. فاهم؟ حتى لما راح برايتون وبتاع الدوري الانجليزي ما نجحش هناك، عشان الدوري الانجليزي مش جو بقى لعيب بيعدي واحد على واحد والجو ده، لا هو بالنسبه لهم ان هو لعيب بيخلص. فاهم؟ اللي هو طلع كده ان هو لعيب كواليتي زي ده، حتى لو هو ما نجحش هناك بس ان هو يوصل ان هو يروح هناك اكيد لعيب، اكيد هو هي دي اللي كواليتي انا بتكلم كويس. فيه ما هو بقى. كواليتي هو حلو. لو جه عندك هو ابجريد كويس، خلي بالك. ما هو ما انت لو جبت اي حد هيبقى ابجريد. لا بس ابجريد عن ابجريد يعني. مثلا انت كنت هتجيب مين؟ كوكو، وكنت ماضي معاه الحمد لله انه ما مش جاش. عارف ايه. ما هو ده ابجريد برضه، بس انت لو جينا قدامك بيرسي تاو واوكو هتجيب مين؟ اكيد تاو طبعا. ليه؟ اكيد تاو طبعا. انت قدامك لعيب كذا وكذا 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 وعمل، فاهم؟ انت مين اكتر اسمين تقال في الحته دي بيتقالوا؟ ادم والناس وبيرسي تاو. انا حاسس ان احنا شطحنا احنا فوق قوي، شطحنا فوق واحنا لسه قوي. معناش 3 جنيه بالظبط يعني انت يعني ادم والناس ده من 3 سنين كان موجود في نابولي نابولي يعني. بيلعب في المنتخب، واللي هو انت ازاي يعني؟ مثلا ادم والناس ده لو جه يعني عاملين نتكلم هم كل دول في مكان جفالي.
يعني جيفالا يطلع اعاره، فاللي هيجي مم. مكانه هيجي مكانه. هو احنا بقى ما نتكلمش بيه على السلطان بقى والغضنفر اسمه ايه مين؟ الخديوي بقى الخديوي. والكلام ده. لا انا الخديوي قلت كل الكلام ده عشان اوصل للكلمه بتاعته. احسن 9 في مصر. خليه ساكت خليه ساكت عشان ممكن اتحبس فيها. لا يا عم ممكن تحبس فيها فعلا. فعلا. ماشي. لا اصل يا لا. جماعه لا يعني مش عارف، اصل انت معاك نص مليون دولار تديها له يمشي، ما انت النص مليون دولار دي يجيب بيها لعيب تاني اولى. فاهم؟ لو بقى نحسب ان احنا معناش فلوس انا على كنت لسه بتكلم معاه في الحته دي. اه. انت في افريقيا جايه، مثلا اركنه. مش عاجبه اركنه، هو اللي خسران. يا باشا انت هيروح كده- تونس انت كده- فاضيه يا كده. باشا، تونس فرقه فاضيه. ما انا بص. انا معاك. انت بتخصم مع لا مش مخصم ده بجد، لا والله يا جماعه الدوله اللي يبقى راس الحربه الاساسي بتاعها الجزيري تبقى اكيد فرقه فاضيه، تبقى دوله ما فيهاش كوره يعني. فاهم؟ الدوله اللي يبقى راس حربتها الجزيري تبقى دوله ما فيهاش كوره. حياتنا الجمهور الافريقي ما كلهم فوق دماغنا اكيد. أيوة. بس الفكره انت لما ده يبقى مهاجم ايه. ده بيخصم. لا والله انا بتكلم جد يا لا جماعه. بيتكلم جد يعني. والله. هو ما بيهزرش. ايوه ما بهزرش هو ما بيهزرش يا جماعه. لا اصل انا ليا حبايبي في تونس يا جماعه. انا حبيبي استنى بقى يا عم استنى. انا ليه حبيبي معمول باسم تونس لا حبيبي. يعني من جنس النعم بس. ماشي. بس انا بتكلم في نقطه ان يا جماعه نروح قوافل كفر حمامات الانف هناك ما قلناش يعني. لا بس فعلا هم هناك ما عندهمش مهاجم فعلا يا جماعه. يعني مهاجمينهم مين؟ فخر الدين يوسف الجزيري. هو انت فخر الدين يوسف ده لو جالنا انا هعمل فرح. لا انا بتكلم يعني، والجزيري بيلعب هناك اساسي على فخر الدين يوسف. فاهم يعني انت تتفرج كده على ماتشات تونس مثلا في التصفيات واسمع الشوالي وهو بيعلق مثلا، بيبقى بيلطم انهم مش عارفين يشوطوا الكوره على الجول. ده معاهم اريتريا في المجموعه مش عارف ايه ومش عارفين يعملوا هجمه. فاهم؟ فهم فعلا حتى لو قعد دكه يا باشا يروح يلعب اساسي. هو عشان كده هو مطمن، هو بيلعب اساسي في منتخب لا تونس. بس انت لما بتلعب اساسي وتروح تلعب في منتخب حاجه، وانت لما تبقى دكه ومش بتلعب صح. كتير دي هتفرق والله مع مش اللاعب هتفرق نفسه. معاه، هو مستواه زي الخرا كده بيلعب ده كده كده قاعد ده كده دكه كده هو يعني. مستواه واحد والله سيء يعني. ده كده كده. بس انا اقصد ان هو انت لو يعني دي كارت تهديد ليك انت كنادي، ان اللاعب لا اللاعب هيتاثر بكتير لما يكون دكه مده مثلا افريقيا في شهر 12 4 شهور بالظبط. في 4 شهور دكه ما بيلعبش. لا وفي كاس عرب كمان. بس خلي بالك هو في تصفيات افريقيا من يوم 5/9 لغايه 9/9 تصفيات كاس العالم. فهو كده كده هيستدعى في الفتره دي. يا رب يا رب لما يستدعى يجي له اي حاجه. هو بيجي له بس هو مش عايز يمشي. ما دي النقطه بقى. من الاخر هو عايز ياخد عقده ويقول له هو ومع السلامه. هو فلوس. انت حتى في المفاوضات مش عارف تتكلم معاه عشان هو ليه فلوس. وعلى فكره انت مش عارف تبيعه عشان ما فيش نادي عايز يديله زي اللي انت بتديله، وكله عايز يديله اقل. يعني كل الناس شايفاه صح، احنا شايفينه غلط يعني. وانت لبست نفسك في تجديد كمان معاه بسبب حته الفلوس. بالظبط عشان حته الفلوس دي لما قال لك انا عايز فلوس. في حاجه بقى رب ضاره النافعه ده ممكن تحصل ممكن لا. ان اعاد الجزيري فما فيش مكان لاجنبي، فانت رجعت تاني تكلم عدي الدباغ. عدي الدباغ ده نفس يعني الفكره، طالب بقى مبلغ كبير بالظبط. بس هو لو جه عايز اقول لك على حاجه، هو لو جه واحنا معانا ادم كايد ولو جبنا حامد حمدان والثلاثه تألقوا، انا بقول لك هيلغوا اللاعب الفلسطيني ده ما اعرفش يعني ايه فلسطيني. بالظبط. ده بقى هيتحسب اوروبي، ده هيتحسب بعد الواحد باثنين. بالظبط. احنا اللي عملنا لك الباسبور بقى فخلاص. تخيل بقى احنا الزمالك جاب مثلا في عدي الدباغ وكذا وكذا ودول اللي شايلين الفرقه. تعالى الغي يا باشا كل الكلام. معلش تعالى لي. فانا بقول لك الحته دي باشا صباح الفل. نيجي بقى لحته عدي الدباغ ده بقى فعلا عشان في كلام. هو اصلا عدي الدباغ كنت قاري كلام ان هو بيراميدز مش اصلا بجد والله. هم عشان هيمشوا مايل بنسبه كبيره يعني. لا مايل بيقول لك مكمل. هو عامه الواد ده فرده تقيله قوي يعني. قوي هو جامد سافل يعني عيل سافل. طب بغض النظر احنا دلوقتي وصلنا ان ممكن عدي الدباغ يجي، ربنا يستر. بيرسي تاو ادم والناس انا خايف يبقى في اسم ثالث اصلا. اكيد في اسم وش. بس الفكره في حاجه، هو ما هو برضه بيرسي تاو على ترانسفير ماركت 98%. زمالك يخش طب يعني بجد والله يعني دي حاجه ليه. هو حاجه ليه ما شاء الله. جون ايزورد شاف شغل. بس خلي بالك اصل فري، فانت دي مصلحه يعني. ما هو كلهم فري. ما الفكره ان هو عشان فري. بس انت لو في فريق تاني دخل معاك في الصفقه، اصل ما اظنش ان حد هيتخانق على بيرسي تاو زي ما حد هيتخانق على ادم والناس. يعني ما اظنش ان ممكن في فريق يعلي على بيرسي تاو عكس ان ممكن لا فرق تعلي على ادم والناس. ادم والناس ممكن فريق في قطر يعني اي فرقه قطر بقى. وبعدين مفيش ممكن يشد اصلا. انا بقول لك حد هيخش يبوظ لك الصفقه يعني. الاهلي عينه مش من بيرسي تاو فمش هيبوظ كده. مش حكايه
انا ما فيش مكان اصلا. لا يعني بيبعت بقى مثلا انديه الرياض السعودي مش عارف يبعت تمام. فاهم. فما فيش احنا عايزين لعيب نصرفه، هي قطر. هي تعالى تعالى بالظبط هي قطر، اصلا ممكن كليوباترا يعني فاهم، او الجونه او كده يعني. تعرف ان بيقول لك ان في لعيب اسمه محمد عبد الله جاله من بتاع الاهلي تقريبا جاله عرض تقريبا من الهابر الفرنسي حاجه زي كده، رفضوها عشان عايزين يودوه اعاره لسيراميكا. بجد والله ده الواد الوينج الواد اللي هو الصغير اللي كان اللي لعب قدامنا ده. على فكره الواد ده كويس جدا، الواد ده كويس جدا بجد والله. ايوه انت احب بقى السكاوت بتاع محمد. لا والله العظيم، لا الواد ده كويس وشخصيته حلوه يعني، مش شخصيته حلوه يعني يعني مش يعني لا يعني لعب لما لعب الماتشات يعني لعب قدام بيخافش. الزمالك مش جبان يعني، مش لعيب جبان، مش زي مم. مثلا احمد محمود مثلا فاهم، او العيال اللي بتدرع عندنا دي يا عم ماشي تمام. هنقول حد تاني بس 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 يعني كوينج يعني كوينج مش جبان بس اللي بيحصل بقى دلوقتي الصفقات اللي لحد دلوقتي جت احنا قلنا لا التشكيل ال 11 يعني 11 يعني اللي نبدا بيه. اتفضل يا عم راكب. انتوا متفقين كلكم مهدي سليمان؟ مش متفقين، هو انت ما فيش. انت قول رايك، قول رايك انت. انا شايف عوادي كمل. ماشي. لا يعني كمل ويقول هو ال 11 وبعد كده نقول ولا نمشي مركز نمشي مركز ماشي. بعد عواد يكمل. على فكره انا بحب عواد جدا كزملكاوي برضه. انا لا مش يا سيبك من كزملكاوي، بس عواد ولا صبحي؟ هو لازم ما هو ده اللي عندك، ما هو ده اللي عندك. عارف انت اسمه ايه عادل شاكر لما قال لك انا عايش مكرونه يا عم يعني يا عواد يا صبحي يعني. ما ده اللي عندك، طب هتعمل ايه؟ في المهدي المنتظر. عايز تجرب كابتن مهدي سليمان؟ جرب. انا مهدي سليمان، انا بالنسبه لي مهدي سليمان. انا مش شاري مهدي سليمان بصراحه يعني. ليه؟ عشان سنه؟ مش يا حاسس باشا عنده 28 سنه مش 38 كده خلاص مرضيه يعني تمام. لا هو مهدي سليمان طبعا، مهدي سليمان طبعا. انا لا دولي بقى. لا والله لا لا بعيدا عن كده والله، لا المهدي سليمان انا كنت عايزه يجي الزمالك فعلا يعني، كنت عايزه يعني من مستواه مع الاتحاد. امتى بقى؟ من مستواه مع الاتحاد والله، من ساعه راح الاتحاد ايام ما كان في بيراميدز. لا في الاتحاد والله. في كلام بيقول لك ان احنا ممكن نجيب علاء بتاع الجونه. لا ايه احنا عمالين بنلمح الراس ايه كل ده؟ ما انت ما عندكش يا لا زحمه. لا اصل ده حارس مرمى، ده مركز واحد بيلعب فيه واحد بس يعني يعني لا يعني فاهم، فانا هلعب واحد بس فلم 3 4 حراس جامدين. ما الاهلي بص اللي عندك كده تمام قوي مين اللي قاعد في الاهلي بيخبطوا بعض؟ شوبير الصبح بيشتم في الشناوي بالليل بيشجعه فاهم. احنا يعني فاهم، فاحنا لا والله دي حاجه غريبه. بيطلع فوق على الراديو ايوه يشتم في الشناوي يهاجمه يقوم طالع الكلام ده يقول لك في اعلاميين انا مش عارف هم مين يعني العالم دي انا مش عارف بس ناس مغردين يا اخي. يعني لا غريب يعني خلاص وانت مش بتقول لي انت صايم ولا؟ لا ما انا قايل المهدي يا جماعه. انت المهدي كده كده شارع. اقول لك على حاجه، لو جبت لي محمود جاد هلعب بمحمود جاد. ما هو محمود جاد احسن. انت فاهم؟ هلعب بمحمود جاد. ماشي. باك يمين مفيش غيره. عمر جابر كده ابن النادي والكابتن يا جماعه القلب الابيض عشان ما فيش غيره والله. الكورفه ويعني كل الكلام الحلو. على فكره انا رساله يعني لو بيتفرج علينا انا عارف ممكن ما كنتش اكيد ما بيتفرجش. لا بيتفرج. رساله كابتن عمر، بتمنى ان انت هيجي وقت عليك وهتلاقي الحته فاضيه قدام الثلث اللي قدامك. اجري والله بالله اجري لجوه وما تخافش تشوط على الجون. شوط على الجون يا كابتن والله هتيجي جون. ما عندناش حراس في مصر. الكلام ده كان من 10 سنين خلاص. ما احنا هنقول له دلوقتي كان يعمله دلوقتي، كان يعمله زمان. عملها زمان. هقول لك على حاجه. فاكر الماتش ده كان الداخليه من كام سنه، من تقريبا من 16 سنه كنت في الاستاد في اول ماتش لعب فيه عمر جابر ده اساسي يعني، نزل فيه عمر جابر ده كابتن فريق كابتني معلش انا اسف لعب فيه عمر جابر تمام. كان عمر جابر ومحمد ابراهيم وكده كلهم نزلوا مع بعض. من ساعتها من ال 16 سنه دي لغايه اللحظه دي انا لسه بروح الاستاد وبقول له زيد يعني اعمل اوفرلاب من ورا الوينج لما يقطم لجوه يا عم والله يا جماعه. انا بحب عمر جابر كشخصيه. ما احنا كلنا بنحبه كشخصيه. لا والله كشخصيه محترم جدا، بس كلاعب كوره هو ما جاش بصراحه يعني. كبني ادم هو عظيم بامانه، ده مش هزار. بس بس كلاعب كوره فعلا انت يا كابتن انت لاعب كوره ان هو لا جبان فعلا، لعيب كوره جبان. كابتن عمر مش لازم تروح لحد ال6 ياردة وبعد كده تقف بقى نقف يعني ستوب بقى يا جماعه. مين واقف مين واقف بس بقى هلعب لهنا ولا هنا ولا هنا يا كابتن. والله العظيم لو شوت انت بيجي لك كتير روح ما تخافش روح، لانه مش
هناخد ضربه جزاء او شوط على الجون هتيجي جون والله. عملتها في الداخليه كسبنا، ربنا كرم وعرضتها لناصر، قلشت من على ناصر وجت في عادي، رجله وبتاع ومش عارف ايه، والحمد لله عدت. بس روح اقول لك على حاجه، لو عملت كده 5 اجوان الموسم ده، انا بقول لك اهو. انت ليه حسستني ان ده رقم يعني. ليه 5 اجوان يعني هو بالنسبه له ده كل اللي جابه في مسيرته يعني فعلا ده حقيقة. جاب كام جون في 16 سنه؟ اه 5 تخيل بقى. يعني فاهم. بس ده كان ده الباك اليمين. ماشي نيجي الباك بقى الشمال للاتنين مساكين. خليها الاثنين مساكين في الاخر، خلي ماشي. الباك الشمال. باك شمال مضمونه برضه بينتهي. إيه ده بينتهي. بجد لا اصل والله؟ ممكن يتهفف في دماغه لا فتوح يا ابني هو كابتن فتوح لحد دلوقتي يعني ما راحش معاهم التمرين، بيتمرن لوحده. اوكي ماشي. ده راح يفتتح مش عارف ايه كده كمان في العين السخنه. يا عم هو يعتزل وترشح في مش عارف انتخابات فين كده. هو كابتن لا، بقى يعني هو بيصيف. كابتن يا باشا خلاص بقى. مم. اتنين مساكين. دي صعبه دي، او نقول مين اللي جنب حسام يعني. زحمه. برضه ليه زحمه؟ اه انا حزين ان احنا ما بقيناش نفكر في الونش رقم واحد يعني. ليه يا يعني جماعة؟ يعني او مستواه الموسم اللي فات يخليك ايه تفكر طب الونش ولا مصدق مثلا، يا فاهم؟ جماعه هو الونش وحسام عبد المجيد، وحسام عبد المجيد الناس في النادي مستنيين له على غلطه كده. انا بقول مستنيين لحسام على ايه؟ تريكايه كده اركن فيها بقى. على فكره انت جبت اسماعيل عشان كده. انا فاهم. اسماعيل اصلا بيلعب ايوه حسام. واحمد حسام المصاب بيلعب. لا ده ربنا يشفيه مع علي فتحي بقى يعني يرجع ان شاء الله. فاهم؟ فانت جبت احمد اسماعيل، فهو كابتن حسام انت ايه تريكايه، وكده كده راح الاهلي يعني. بس انا بتكلم الموسم ده بتكلم بقى الفتره دي انت تريكايه كده اللي هو ايه، يا هيجدد يا نركب على جنب. عشان برضه نفس حوار الجزيري. ليه بقى؟ ليه؟ في افريقيا في كاس عالم مش هتلعب انت معانا سنتين. انا بحس يعني دايما احنا كنادي بنخاف في الحته دي، ما اعرفش ليه؟ اللي هو عشان ما كانش فيه غير بنهدي اللعيب. ما عشان كان فيه غير ما كانش فيه غير في امتى؟ الفتره يعني قبل كده في ما الحاجات انت لما جبت صلاح مين؟ صلاح مصدق. ما في ايه انت بتتكلم قصدك على جزيره ولا بتتكلم على حسام؟ لا انا بتكلم على حسام. ما انت حسام انا قصدي ان انت كنادي انت ما عندكش عملت كارت كده. التهديد ما اللي انت عملت هو كده دلوقتي. بالظبط ده ما كانش موجود قبل كده إسماعيل بقى. دي بقى الفكره. انت جبت اسماعيل بقى عشان بتقول له اهو وكويس. انت فاهم الفكره؟ هل ممكن نلاقي اسماعيل والونش مثلا اساسي؟ صعب اسماعيل يركب في الاول. البدايه في البدايه واحده صعب واحده اسماعيل يركب في الاول. وظلم ليه برضه يعني فاهم؟ بالظبط. بس عامة انا بالنسبة لي الونش هيفضل رقم واحد بالنسبة لي. ده عاطفة، دي عاطفة قبل اي حاجة. انا بالنسبة لي كعاطفة الونش. يا جماعه احنا قلنا الكلام ده. الونش قعد سنه ونص ما بيلعبش بإصابتين، رباط صليبي ووتر اكيلس تقريبا او حاجه، او غضروف تقريبا، غضروف. فلما رجع طبيعي جدا جدا يرجع بالمستوى ده. وكان مع رجوعه حوار التجديد وحوار الاهلي، والناس قالت لك ده بيلعب ماتش معانا وهو اساسا ماضي في الاهلي فالناس كانت بتشتمه والناس مش عارف ايه، فكانت ضغوطات من كل حته. دلوقتي خلاص هو جدد. بس هو انا شايف ان هو نهى الموسم كويس. ما هو نهايه الموسم بصراحه انا الونش انا الحاجه اللي بحبها في الونش ان هو من نوعيه اللعيبه اللي زي طارق حامد كده اللي ما بيحبش يخسر. فاهم؟ عبد الله السعيد، طارق حامد، اللعيبه اللي ما بتحبش تخسر دي انا بحبها بصراحه، ودي حاجه مش موجوده في الزمالك كتير. فاهم؟ مش هحب لعيب بيحب يخسر. لا يعني لا انت في لعيبه عندك مستسلمه للهزيمه يعني عمر جابر مثلا اللعيبه دي فاهم. لكن الونش شيكو بانزا مثلا ده كده ده مش هيلعب عشان نشوف مستسلم ليه. فانا بالنسبه لي الونش لازم يلعب يعني. شيكو بانزا ده قسما بالله لو تألق انا هطلع يا عم اقول انا غلطان بس عادي انا غلطان يا عم اعمل له قربان هقول لك ايه يعني. بس نيجي رقم 6 يعني خلاص اتفقنا ونش وحسام ولا ونش وحسام دونجا. ما هو ربيع اتصاب وجهاد ده لسه طالع يعني هنعيد ما هو غصب عنك. لا انا ابتديت بدونجا ثاني فيلم عيال حبيبه اللي انا عايش فيه ده ان انا كل موسم انا زهقت انا زهقت احنا كل اللي احنا قلناه هم لسه مش ولا صفحه. ايوه فين صح. لا حراسه المرمى باشا احنا وقفنا المهدي وهو قال العواد لسه هو هيوقف صبحي اصلا كلامنا يعني. انا بقول لك يعني دونجا عشان طب ما نجربش جهاد. ما هو جهاد لسه هو كان لسه نازل التدريب بقاله 3 ايام. هو كان مصاب. انا ممكن اقول حاجه. الراجل ده بيلعب لان الراجل ده اساسا هو بيلعب يعني ميال للكره الهجوميه اكتر ودفاعيا زي الزفت يعني. تجاربه السابقه دفاعيا زي فنيلها. ايوه لا هو على فكره هو في تجاربه السابقه كلها مثلا بيجيب في الموسم مثلا لو جاب 100 جون بيدخل فيه 90. هو دايما كده. هو راجل دايما كده. احنا قلنا الكلام ده عشان هو بيمرن فرق منتصف جدول وبيتنافس على الهبوط. ايا كان يعني انا بتكلم في نقطه ان الراجل ده ميال للكره قدام شويه بيلعب لقدام اكتر. فعشان كده انا شايف ان هو لو هيلعب على اللعيبه الموجوده عشان ما بالظبط. انا مش عارف. فانا عشان كده انا ميال ان هو ممكن يلعب بشحاته 6. وانت
شحاته 6 انا ميال لكده مع بصراحة. عبد الله، ولا مين اللي جنبه ما- ولا دونجا؟ شحاته، عبد الله، ناصر. انا حاسس انه ناصر هيلعب ناصر ماهر. ماهر. مين هيدافع؟ ما هو انا بقول لك انا شايف كده يعني. وينش بقى بس يعني وانا بالنسبه لي والله العظيم لعيبه دوليه يا جماعه، انا بالنسبه لي والله العظيم شحاته اعلى من دونجا بكتير. يا عم ما احنا والله. ما عارفين مفيش بس اختلاف، كل واحد مفيش اختلاف. ومركزه بالظبط. ما هو كل واحد ومركزه هو انا دو- شاطر في الجرافيك ديزاين هو ما تديش فيديو امنتجه يا ابني دونجا مش شاطر في اي حاجه يعني، فاهم؟ ده لو قطع خيار هيقطع ايده. يعني مش يعني يعني احنا جايين عليه قوي 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 انا جاي عليه اكتر يعني تمام. ماشي. طب اتفضل يا راجل. طب ابدا بنادي. لا ما انا ماشي. قلت هو أنت قلت مين؟ هيلعب بدونجا 6 في اول ماتش. ده توقع ولا انت لا مش لحد ما الشباب دي ترجع بقى يعني فاهم. شايف دونجا برضه. مم. انا شايف ماشي. دونجا بس هو اللي بيلعب وشحاته. في دونجا الميد. طب وشحاته. انا قلت هو الثلاثه، بيلعب انا قلت الثلاثه اللي انا شايفهم يعني. مم. قلت شحاته، ناصر، عبد الله. هيبتدي بالثلاثه دول اول. هو- حسن ناصر عبد الله. دونجا انا بالنسبه لي دونجا عبد الله ناصر، لان هو ناصر الكلام عليه هو يعني جامد في يعني تدريبات؟ الناس بتقول لك ان هو بصراحه ناصر لما بيركز بيبقى جامد. ما هو هي دي بقى النقطه، لما بيركز 5-6 ماتشات، يتصاب شهرين، بعد كده ما هو يرجع حلو، يركز ما هو 5. هيلعب 5 6 ماتشات مش عارف فين ناصر صح. بيفكرني مين مؤخرا؟ بمحمد ابراهيم. يعني محمد ابراهيم برضو نفس كان لما تبقى الغزاله رايقه أيوة. بيكسر الدنيا. انا شايف دونجا شحاته عبد الله. دونجا شحاته واقعيه، دي واقعيه. دي منطقيه بصراحه، ودي اللي اقرب للواقع يعني. ممكن طيب خش على الجنب ايه عايز ايه؟ ايوه الوينج الشمال ماشي. ادم كان ده مشخصنه ده شخصنا قوي. انت ما بتحبش انجولا؟ عندي مشاكل مع انجولا والله العظيم. كنت مصاحب واحده انجوليه خزوقتني فبقى عندي مشاكل مع انجولا. المشكله اللي قال لك حط وينج، حط- المشكله قال لك ايه؟ انا لما شفته في التمانية. الماتشات ما لا. انا 8 رهيب ما انا مش هقول اسم شيكو فانزا يا جماعه لغايه ما يلعب واشوف تمانية الراجل. رهيب. يا راجل مش هقول اسمه، مش هقول اسمه في الملعب. انت ليه مشخصنا قوي طب كده؟ اراهنكم يا جماعه، طب لو الراجل ما بداش اول ماتش اللي احنا بقالنا انا معاك شهرين ان هو ممكن بنحضر، ما يكونش مبشر، ماشي، بس يعني لسه ما شفناهوش. يا رب يبقى يا نجم، يا رب يبقى يعني رشفورد. مش هنكره. لا يا رب. بلاش عايز رشفورد. ده يا اسطى لا، يا جماعه بتدعي غلط. يا رب يبقى رافينها يا عم. بس انا مش ده حاسس برضه مش ان فينيسيوس يا عم اي هو حد برضه السيزون ده مش عاجبني يعني. يعني اي حد عايز من مين دول. طيب؟ هجيب لك مين تاني؟ بس ايه؟ طب يا يا لهوي عيني آه، عيني على سافل. التسفيل. يا لهوي والواد اسمه ايه الناحيه الثانيه؟ دوي ده. دوي ده سافل برضه قوي، الواد ده سافل قوي. بس يعني فاهم، احنا قاعدين بنتكلم على كافيار واحنا عندنا رجل يعني فاهم. فانا شايف ممكن ادم كايد يبتدي كمان. لا لا انا شايفه 8 حوار آه. العب وينج. شافه في 6 ماتشات مع المنتخب، خلي بالك. ما انا قلت اريحكم يعني. هو الواد فعلا بيتقال عليه ان هو يعني الواد كويس. حتى في على ناس فكره انا بالنسبه لي يا جماعه يعني اكتر صفقتين ما حصلش عليهم لغط كتير وشايفهم ان هم هيبقوا مفاجاه. 3 بصراحه: معالي وادم كايد ومهدي سليمان. بأمانة. انا شايف ان الثلاثه دولت هيبقوا. محمد سليمان طبيعي ما يبقاش عليه. ايوه بالظبط، عشان كده محدش فاهم؟ عايزه اصلا. عشان كده بقى. انت قول بقى مين؟ لا الوينج انت مش الشمال. عايزه اه ده لا ما اكيد هيبقى- في ناس كتيره زيك يعني. المهدي يا ابني. في ناس كتيره زي رجب. ماشي، انا بقول شيكو فرنسا. ما هو يا باشا شيكو يا باشا، هنشوف بقى يا عم بطلها طلقه طب وينج يمين بقى اكيد اللي هيجي. اللي هيجي اللي هيجي اللي هيجي. طب لو ما جاش لحد الماتش؟ ما هو انت هيبقى ما فيش ناصر غير ماهر، 2. هيبقى شحاته في نص الملعب وناصر ماهر وينج يمين. لا ايه ناصر ده؟ ماهر لا وينج لا لا يمين؟ موتها لا، خالص وحشة كده. دي. هتشوف لا يا عم بس ناصر وحشه ماهر قوي لا عدلته لا وحشة ولا أوي. النهارده يا جماعه النهارده. تقريبا او الماتش اللي فات. طب هل حد شاف شيكو او ادم كايد ممكن يلعب وينج يمين؟ لا احنا والله كده صعب. كان شيكو اساسا هو مش طايقه دي كل الناحيه الثانيه. انا كانت اكتر حاجه بتجنني مع كابتن جريدي. لا كابتن جريدي يولا كان مين؟ ايمن الرمادي. كابتن جريدي يولا. انا بلعب بالوزن والقافيه والله العظيم كابتن ايمن الرمادي كان بيعمل حركه كانت بتجنني، إيه؟ ان هو لما الماتش بيبقى معاه اقرب يجيب شلبي يمين. يا ايوه عمي يا عمي ما هو هنا ميت اصلا مش نافع هنا. هو ميت هو عامل حساب على حاجه. إيه؟ هو شلبي بيتارجت. لا انا بجري في الشمال واقوم ايه قاطم. واقوم قاطم أي. وابدا اشوف هعمل ايه اعمل ايه باليمين. بالظبط؟ هو بقى بيجري ناحيه اليمين هيجري ويرفع مثلا. يا باشا. هو مش حاجات كده، هو لازم يقطم وعقبال ما بيقطم يطلع انا بره. افتكرت حاجه. يوه. بيسيرو لما كان بيدرب فكان اتخنق من كتر ما هو واقف على الخط، فكان بيعمل ايه؟ كان بيجيبه شادو سترايكر، فكان مصطفى الشلبي بياخد الكوره ويرجع على الخط. انا جايبك هنا عشان تقف بعيد عن الخط ويقوم واخد الكوره وبرجع. عارف تحس في مغناطيس. هي بصلته على الخط، هو ما بيعرفش في يتحرك. مرة انا والله العظيم كذا مره لما كان بيلعب في الحته دي يخش
في مره اللعيبه كلها بره تحس ان هو مدافعين السيراميكا او مدافعين ايه يا جدعان هو انتوا هو فين يا في- جدعان؟ مفيش حد هنا ايه يا ليه؟ جدعان في هو اتطرد ولا هو فعلا شادوا فعلا ولا غريب. غراب جدا يعني. طيب بعدين انتوا رأ- بتروحوا استاد واكيد يعني لما آه. تشوفوا في الاستاد يا مصر يا ابني لهوي انا يا لما لهوي. امال انا بشتمه ليه يا جماعه؟ صعب قوي، حاجة- صعب يا قوي. باشا انا اكتر كوره خلاص بقى جبت فيها مصطفى شلبي ده اخلي معاه مش ضربه الجزاء اللي ضيعها في الماتش. الكره اللي كله وقع فيها دي الكوره بقى الكوره الجول فاضي انا واقف في الثالثه أنهي قاعد كورة؟ في الثالثه اللي هو في ماتش بيراميدز. يا ابني اللي حمدي اتفرش أيوة، كل الناس- أيوة. كله اتفرش. شيكابالا نفسه اللي هو القائد والكابتن واللي انا المفروض استحملك كان ماسك الازازه وكان بيسخن خلاص يا خلاص. قام لف وحدفها في الارض تمام. لا الكرة صعب دي- قوي، الكرة صعب دي بقى قوي، انا هقول لك صعب والله قوي. العظيم الكرة دي سيناريوهاتها ايه؟ احنا قاعدين انا قاعد في الثالثه مم. فوق ايوه ناحية كنت قاعد الشمال. بالظبط. فوق تحت الشمال تمام اللي هي قرب الدرجه الاولى مم. وفوق مش تحت فوق عشان كلامي واضح انا قاعد فوق تمام يعني انا قرب الطريق المنصه ايوه فوق الجون دي مجهول ورا تمام انا قاعد وبقى اعمل كده والواد بيتفرش وخلاص وبتاع والجون اهو الجون اهو مم. ليه اشوف الكوره هنا يلا صعب لا والله. الكوره والله العظيم وربنا الراجل ده كان قاعد جنبي وربنا ما بهزر الكوره جات لي هنا يعني الكوره في وشي انا في مستواي الجون اهو الكوره جايه في مستواي عشان هو لعيب عالي. هو لا صح هيبقى عالي قوي. أوي. وزن الكافي أوي. عنده عالي انا قلت بقى ايه هيختمها بقى بجون واو يا ابني واو ده يوم ما ختمها فرش الواد وحطها. لا بس اقول لك على حاجه بامانه ربنا انا يوم ما ضيع انا شتمته طبعا يعني فاهم اكيد. بس في نفس الوقت صعب عليا انا والله عمري هو ما صعب صعب. عليا. لا 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 لا، هو ما لا صعبش لا عليا لا بس. لا سيبك لا بجد يا جماعه كبني ادم يا جدعان لا كبني ادم ده ما عندوش دم لا انا لا اسف لا يعني. لا بجد والله الموضوع ما عندوش دم يا نادر. هو لو عنده دم مش هيلعب. هو بيتكلم ان هو يعني حتى اتفشخ. للدرجة دي هو أنا اتفشخ مقفولة معاك. بالظبط. اللي هو احنا ادوك البطوله علشان حتى انت كده ماشي بس جيبها واللي هو اتقال اختمها بحاجه يعني فاهم. لقيت يعني ناصر منسي ضيع مم. واتشتمنا بس ما حد يعني مش هيركز معاه قوي عادي. لكن لا وصلنا لمرحله اللي هو ويعني لا وارجع لا مم. بص هو يعني شكرا يا كابتن انا بصراحه من هنا بكرر شكر تاني مصطفى شلبي ولا ايه؟ لا ده مصطفى رئيس بس- البنك بنك الاهلي احسن بنك في مصر. بجد لا والله والله. العظيم وكابتن طارق اسمه ايه؟ طارق مصطفى. طارق مصطفى وكل العاملين في البنك الاهلي والله. بس كتب بوست محترم ما وبتاع. هو يا عم أنا يا فرحتي يا جماعه بيتكلمني يا جماعه. لا في ناس بقى يا باشا في ناس ما بس الله بلا خاله بلا ماله فاللي هو بالظبط يعني انا طيب راس حرب باللي موجود اللي يلعب اساسي بقى اللي انت شايفه هيبتدي اساسي يعني صفر رقم 4 إيه؟ باللي موجود. ما بالظبط. لا، لا انت رقم لا, أربعة. لا لا مين يبتدي اساسي؟ مش عارف. مش عارف انا ليه بحس ناصر منسي ما يبتديش اساسي. يعني بحس ان هو هو كده كده ناصر لازم فتره عايز ما تطلعش لا والله لا بتكلم بجد والله. يعني ناصر منسي على فكره بحسه لما بينزل كبديل لا بقى الجو بقى جد بقى والله لا بجد كبديل احسن بكتير من ليه انه يبتدي يا اساسي. مش عارف بحس اشمعنى كده. يعني بحس ان هو بيتالق اكتر وهو باشا بديل. هو لما بيلعب هي عشان لقطات اول بالظبط. ماتش يعني عشان لقطات البروزي بس ماتش بيراميدز ماتش الاهلي ان هو جاب بس هو جون خلي جديد بس بالك، هو عندك ماتش الحرس جاب جونين بالظبط. عندك ماتش سموحه لما ضغط على بتاع ده جاب جون عندك ماتش سيراميكا جاب جون ليه ماتشات كتير هو باللي طب موجود يعني- يلعب اساسي. طيب انا شايف انه يلعب اساسي طيب لو ما لا. جبتش مهاجم يعني. طب احنا دلوقتي عندنا ناصر منسي وعمرو ناصر عمرو ناصر وأحمد واحمد شريف. شريف. احمد شريف مين يبقى مصنفه بديل وينج. ناصر منسي؟ انا لو هن- مصنفه وينج بصراحة. انت مصنفه وينج لو هيلعب مهاجم يبقى يعني بديل مين بعد ناصر؟ ناصر منسي؟ هو عمرو ناصر متفق مع عمرو ناصر. مش عارف بس انا حاسس عمرو ناصر نفسه بروفايل ناصر منسي. يعني انا عايز احمد شريف حاسه بروفايل مختلف. فمثلا لو ماتش مثلا انا خلاص انا خطفت جون مثلا افرض ما ورجعت. خطفتش يبقى انا ساعتها انزل عمرو ناصر. لكن لا واحنا مش هنخطف عشان تبقى عارف ليه يا عم؟ لا احنا ننزل عمرو ناصر اكيد في ماتشات هيبقى كسبان فيها. يعني ماتش زي سيراميكا أيوة. كليوباترا ده أيوة. ماتش زي سيراميكا انا لو خلصت الشوط الاول حصلت المعجزه وكسبان مثلا في الشوط الاول. قصه الماليه يا ابني احنا ليه يا عم تمام. في ايه يا عم؟ يا جماعه علي ماهر بيجز وبيعمل كده. يا باشا ما هو جز هو وشال بيجز بس عادي يعني هو لا ما مش دايما هو ماتش صعب يعني بس ماتش عادي رخم يعني. لا وهم لعيبه كوره قوي. العيال هناك لعيبه مم. كوره يعني. فاظن ان احمد شريف لا في الشوط الثاني ينزل مع السرعات مع المساحات. انا شايف احمد شريف في المساحات بصراحه. يعني الواد احمد شريف يعني. ده هيبقى مهم جدا في الكونفدراليه مثلا. ان شاء الله يعني في الفرق ان هو لما انت بقى بترجع تدافع وخلاص الفرقه طب بتهاجم ممكن وبتاع. اخدكم في انا بس عايز اقول لك حاجه انا اسف معلش بس قبل ما تاخدني. حاجه معلش انت بتتكلم على احمد شريف في السرعات اه. انت عندك شيكومانزا طلقه والله العظيم ما بهزر
هو انا مش شخصنة قصدي، هو شخصنة خلاص هو لا والله شخصنة. مش قصدي، بس انت والله بتكلم بجد، يعني والله العظيم وربنا بتكلم بجد ككوره والله. هو لو هنتكلم ككوره ما تجيبش سيره شيكو شايف بنزا. الواد ده ما يعرفش يعمل خطوتين اطلع هو ده اللي مصر. هيحصل، هو ده اللي هيحصل. انت فاكر ايه؟ انت فاكر يا جماعه كل اللي بقوله ده هزار، ده أنا هو- ما شفتوش. ده هو هيجيب لك الحمد لله إن أنت مش فيه هو هيوصل لك الفيديو ده هيفضل يبعته لك كل يوم. والله العظيم والله العظيم. والله يعني بتمنى يكسر الدنيا، بس انا بجد ما اعرفش هو حلو ولا وحش خالص يعني يعني. انا اتمنى نكون حلو، نكون احسن طب من اتفضل يا رجب، خدنا يا رجب ناحيتك. كنت لا بس يعني خلص حته لا التشكيل دي خلاص، ما كنت خلاص، لا هنتكلم لا في ما حته خلاص ثانيه. تمام، ما خلصنا. انت شايف ايه الاهم السنه الجايه، الدوري ولا الكونفدراليه؟ تطلعات يعني. انا شايف ان الزمالك السنه الجايه مشارك دوري، مم. بطولات دوري، كونفدراليه، سوبر مصري، كاس مصر، 4 بطولات. سيبك من الكاس ما انا هقول وسوبر يعني هو الاربع دول. بطولات. انا نجاح الموسم اللي جاي بالنسبه لي هيبقى ايه؟ مم. لازم 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 رقم واحد بالنسبه لي تاني الدوري. ايه تالت؟ تاني الدوري من الاخر اننا نلعب دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال اه ما افريقيا. بالظبط، ما ناخد دوري صح. ما هو بص، انت كده كده لازم تنافس على الدوري، بس انا بتكلم ناخد دوري. انا على الورق انت لسه مش فرقه فاهمك تنافس، مم. فاهم قصدي؟ فانت لسه فرقه عشان يعني احنا بنتكلم فكك ان انا اصلا مش مدير فني اقول لهم لازم وبتاع، انا بنتكلم خلي كوره. بالك انت الدوري السنه دي 21 فرقه، فانت يا نهار اسود على الخلق الواسع، وان انت ما هو هتلاعب ده واحد. لا يعني بقى ان انت هتقعد تجمع في بناط وبتاع. الزمالك ما عندوش الفرقه اللي تساعده ان هو ليه؟ ما يجمع هو في في بالعكس، بناط. زحمه ما بالعكس، بقى. بس انت السنه اللي فاتت انت كنت ممكن تساعد نفسك ان انت تنافس صح. بنظام الدوري ده. صح. بالظبط. يعني انت لو بس انت اللي نظام قصرت في الدوري حق نفسك. على فكره يا بالظبط، جماعه، انت كده كده انت اللي انا قصرت. عايز اقول لك هو الزمالك خسران الدوري فريق كام بونت؟ لا، ما مش ركزتش بصراحه في متذكر. الاخر، بس احنا في يعني بعد تقريبا فرق 11 فرق 11 8 تمام. فرق 8 8 تقريبا بس. 8. ما هو انت خلي بالك، انت لو كنت كسبت، خلي بالك انت لو كنت كسبت بيراميدز مم. اللي هو الماتش لو الاساسي اللي الماتش كان الاخير، خلي بالك كان الزمالك هيبقى لو بينك كان وبين بيراميدز نقطه، وبينك وبين الاهلي 3 نقط او 4 ايوه، نقط. انت لو كنت آه. كسبت الماتشات الاخيره بتاعت التسع ماتشات الاخرى انت كنت خدت الدوري. احنا كسبنا غير ماتشين يعني بعد أيوة. الفوز احنا الصح. كسبنا انت اتعادلت مع بعد الفوز الصح سيراميكا. قدام الاهلي طبعا. كسبنا الاهلي 3. بصراحه 3. كان ماتش حلو قوي. الماتش جونين يعني لناصر وجول لعبد الله. بالظبط، كان فوز شفت مستحق الجول يعني. فاهم. المهم انت بعد الماتشين دول وكسبنا الحرس كسبت بس. انبي حرس ولا انبي؟ ايه حرس هو انبي ما تاهلش اصلا. انبي ما إنبي تقلش. ما- انبي انت آه، كسبته في الماتش اللي قبل 3-0 الماتش الاخير كان في رمضان مم. ايوه قبل ماتش الاهلي على طول. وبعدها قعدت بقى تتعادل مع سيراميكا ايوه، ما انت ومصري اتعادلت في ماتشين 3 اتعادلتهم، لو كنت كسبتهم كنت خدت الدوري. اتعادلت مع سيراميكا، وتعادلت في ماتش هنا مصري. بتروجيت الماتش اللي جول النصر اتلغى بتاع الكره اللي جت فيه. اه المصري والماتش اللي وإيه دمه تاني؟ تقيل قوي ماتش بتروجيت. لا البنك الاهلي اتعادلت مع البنك البنك الأهلي، الاهلي صح، اخر دقيقه برضه. الاثنين 2 آه. نفس سيناريو سيراميكا أيوة. والبنك الاهلي الناصر منسي والجزيري. بالظبط. 3 تعادلات 6 نقط. وهزيمه البيراميدز الهزيمه العبيطه دي. فانت ساعتها كان خلاص الموضوع كان بعيد قوي يعني انت عليك. متخيل انت لو كنت خدت ال9 نقط دول انت كنت بطل الدوري بالسكواد بالسكواد المعفن اللي هو يعني. بالنسبه له أسوأ اسوء من موسم العشريه بالظبط. السوداء اللي هم كانوا رجاله، اللي ما اعرفش هم لو مش رجاله كنا يا ابني انت فين؟ مش فاهم. تمام؟ هنقعد عشان نتكلم بس إيه، دي عايزه حلقه ثانيه يعني. مش عارف. بس انا برضو بتفق معاك ان انا شايف ان احنا ما نركزش اصلا في الموضوع. لا انا ضدك. يعني مش... انا ما انا اخرجش شايف يعني الهدف الاول اللي انت تنافس على الدوري، مش حتى تاخد مركز ما هو تاني، معنى تنافس على الدوري. لو تتنافس على الدوري، بس انت لو كسبتش الدوري وطلعت دوري الابطال، انا باللي بيحصل كبروجكت انا هتبقى تمام. مرضي بالظبط. اتاهلت بطوله افريقيا السنه الجايه، تبدا بقى تجيب صفقتين. انا مش عايز السنه الجايه لو رايح تاني الدوري صفقتين، محتاج دوري افريقيا صفقتين 3 بالكتير قوي كواليتي بالظبط مع اللي انت بالظبط. جبته مع اللي انت تبني جبتهم. وهكذا. بس اقول لك على حاجه، يعني مش عارف تؤخذ عليا مفيش مشكله، بس انا انت كل حاسس ده انت لسه تؤخذ عليها. لا النقطه دي ان انا شايف ان الزمالك لا قريب ان هو ياخد الدوري. ليه؟ لان انت عندك فرقه زي بيراميدز السنه دي هتبقى بعيده جدا. ليه؟ مش لانها شايف هتلعب ده جايب ايفرتون يا باربعه. جماعه ليه؟ اسمعوا ليه؟ بقى، اسمعوني ليه؟ للاخر. بيراميدز اسمعوا للاخر بقى. ممكن عندها ناخد أبطال. وعندها انتر كونتيننتال تمام، وعندها دوري ابطال ده افريقيا. ماتشين يا هم أستاذ. 3-4 ماتشات يعني. ايوه مش عندها قصة. دوري ابطال افريقيا وعندها دوري طويل جدا. ما هي نفس البطوله ما اللي أنت اسمعني شايف يا فيها. ابني ماشي. يا ابني اسمعني تمام. يوريشيتش السنه اللي فاتت اسمه تاني يوريشيتش ماشي. السنه اللي فاتت جه في اخر الموسم الدنيا وقعت منه خالص، وهو خسر الدوري قدام الاهلي بسبب ان هو خلاص هو بدنيا. لا هو خسر بدنيا. الدوري قدام الاهلي عشان اللائحه
اللي يا عم اتطبقت ماشي والظبط. لا بعيدا عن اللائحه احنا بنتكلم كوره بقى. مش عارف، لا هو انت لو بتتكلم كوره هو هتتكلم كوره وبكل بقواعد وكل حاجه هو واخد دوري. لا مش واخد الدوري لا، لان هو اللي إزاي؟ خسر نفسه، خسر قدام ازاي؟ فاركو وخسر مفيش وخسر. حاجه اسمها كده. ايوه لا نتكلم كوره ما هو بقى. انت بص اقول لك الدوري حاجة. كان في ايدي وانا اللي خسرت. يا ابني هو يعني الدوري بس انت في إيدي طبيعي وأنا انت خسرت. طبيعي توقع ما هو نقط طبيعي ماشي ده توقع طبيعي ايوه نقط. وقع نقط في انهي حته بقى؟ هو وقع نقط في اخر الموسم. ليه وقع نقط في اخر الموسم؟ لما هو انهار بدنيا. فاهم؟ لما هو بدنيا بقى منهار. هتقول لي ده عنده 22 لاعب اساسيين، ده كان بيلعب في ماتش 11 والماتش الثاني بيلعب ب 11 تانيين. اقول لك ماشي، بس هو لما بيعتمد بيعتمد على 11 14 لعيب هم دول الاساسيين عنده. وصدقني والله العظيم بيراميدز من غير لعيب زي ابراهيم عادل الفرقه دي نقصت النص. تمام. هتقول لي جاب ايفرتون وايفرتون لعيب كبير وبتاع، بس انا بالنسبه لي ابراهيم عادل ده هو اللي كان مخلي عايز اقول لك معاك. ابراهيم عادل بيراميدز. قعد تقريبا مثلا ثلث الموسم مصاب. ماشي بس التلتين اللي ماشي، لعبهم بس هو الواد معاك ان هو جاب، بس رقم انت واحد جاي- عندهم يعني. ما هو رقم واحد كده كده هو يعني اجمد لعيبه مصر. بس انا فيها نقطه، هو انت جبت كواليتي. مش دايما الكواليتي انا هي فاهم اللي بس بتفرق. هل ممكن يتاقلم بالظبط؟ مش دايما الكواليتي اللي مش دايما. بتفرق. مش زي مختلف. مثلا بيرستاو والاهلي مش جابوا وهو بيلعب في الدوري مختلف، الانجليزي بس ما مش تاقلمش فاهم. مش مختلف. عارف اللي هو بيقوله، بس هو عوضه. يعني بيراميدز عوض. لا هو عوض جامد، هو عوض تمام. أكيد. بس انا بتكلم ابراهيم عادل بامانه هو نص قوه وجماعه اللي بيراميدز. جاي يا واللي جماعة. جاي واللي جاي البيراميدز اساسا لعيب زي بوبو، لعيب جامد. محمود صابر لعيب جامد. بس هو هل دول هيلعبوا الكارتي؟ مش حاجات بس، هو انت دعمت بقى الفرقه. ما هو ده تدعيمات جامده. يعني تخيل بقى ان انت بتقول لي الفرقه 11 و11 تانيين، ما بالك بالتانيين اللي هم رجعوا. انت بوبو ده لو جالك هتلعب اساسي، اللي هو دكه في بيراميدز وكانوا واخدينه اعاره. يعني عامه انا من وجهه نظري حتى لو بيراميدز كسب اول 10 ماتشات في الدوري يا عم تمام، مع انهم هيلاعب الاهلي فيهم لو ماتش اتلعب ما تاجلش يعني، بس حتى لو كسب اول 10 ماتشات في الدوري بيراميدز مش يعني مش هيبقى اول ولا تاني في الدوري. ولا تاني كمان ولا اول ولا يا تاني. راجل ازاي؟ ده بالسكواد لوحده على الاقل ينافس انت تاني. ما بتتابعش الزمالك. لا هنشوف والله. لا مشاكل لا كده لازم تتابعه. لا والله لا يعني انا ممكن يا عم ممكن ياخد دوري ابطال افريقيا تاني، بس كدوري هو مش هيبقى الاول ولا التاني. بص انا مختلف معاك، لان بيراميدز السنه اللي فاتت كسب دوري ابطال، كسبان دوري وخرج وخسروا بفعل فاعل، وكسبان دوري في الملعب. مش عشان وقع نقط، طبيعه وقع نقط، هو كسبان دوري في الملعب تمام. خسران نهائي كاس مصر ضربات جزاء عادي جدا، وكان ممكن يكسب وجات له كذا مره وبتاع. فانا بالنسبه لي بالنسبه له موسم تاريخي اكيد. هو عمل كل حاجه السنه اللي فاتت. هو اتظلم السنه اللي فاتت. السنه دي لا، هو السنه دي لو مشي في الطبيعي اصلا لا ابراهيم عادل لعيب مميز وكويس جدا جدا جدا، بس هو ودعم بلعيب زيه. مش قل الكلام ده. لو لو هتقول لي ما جابوش حد هيلعبوا برمضان مثلا في الحته دي او كده، لا يا باشا، ده دعم بلعيب واحد. يعني احنا هنشوف هو صارف هنشوف عامل ازاي بالظبط. مش شرط ينجح والله. ماشي، ما مش شرط في فرق. مش شرط بس ينجح وفرق انت جايب كواليتي. بس هي الفكره انت بتراهن بالظبط. هي الرهان انت مراهن على واحد نسبه ان هو ينجح بنسبه كبيره ودافع فيه فلوس. فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا السنه دي مثلا مدريد هي جابت امبابي، خسرت كل حاجه، هو ما نجحش. هو انت تقول لي ان هو مع الفرقه ما حققش حاجه، بس هو امبابي لوحده بالظبط واخد هداف دوري وحذاء ذهبي يعني. بالظبط. فاهم النقطه؟ هي دي اللي انا بكلمك فيها. زي احنا جبنا شيكو بنزا. بالظبط. شكرا لك يا رجب حبيبي. شكرا للاستضافه الحلوه دي وانبسطت والله. انا كنت معاك انت حبيج قلبي. حبيبي بجد والله العظيم. انا كده مش ضيف بقى، لو ضايق مش هبقى ضيف. ما انت كده يعني انت كده هتبقى صاحب مكان. مكان دائم. حبيبي والله شكرا وان شاء الله انا مش هسيبك ان شاء الله غير لما تتشتم معايا. لازم تتشتم معايا. انا مش هتشتم لوحدي. عايز اخبط في شيكو بنزل معاك ولا اشوف حاجه تاني؟ بيزعل وبيقول لك انا ليه بتشتم؟ لا خلاص انا عرفت ليه. والتاني اللي بيقعد مكانك عشان الجزيره. لا ده قصه ثانيه. لا دي مشاكل عائليه احنا بنتدخل فيها يعني. شكرا لكم جدا. نشكر هشام ماجد اوشا. هشام ماجد ولا ماجد؟ يا عم انت لسه جاي تتعرف عليه. والله ناسي اقسم بالله، انا بنسى اسمه هشام. ماشي يا عم. هشام مجدي اوشا صاحبي وحبيبي. مش عارف اسم ابوه. يلا مش مشكله بقى. احنا اصحاب من امتى؟ من كام سنه؟ يعني حتى مش فاكر من امتى. اما لازم ممكن يبقى غير الاسم ولا حاجه يعني. صح. بجد طولنا عليكم، بس حلقه لذيذه وبنضحك وبنهزر. احنا مفيش حاجه بنقولها حاجه اللي هو يعني داخلين نقول حاجه معينه. قاعدين قعده عاديه خالص، قاعدين على القهوه عادي جدا. ان شاء الله باذن الله يعني نكبر القعده دي قريب ان شاء الله. شكرا لكم جدا. السلام عليكم.